ازيك يا علاء؟ اهلا. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ فل. يعني انا كان نفسي اقابلك من زمان جدا والله يعني انا مبسوط بالظروف اللي جمعتنا في يا رب دايما، لانها كان ناقصها شويه كبده مخ كده. لا بعد ما نخلص، يعني بعد ما نخلص هننزل نسحب. عظيم قوي. ماشي. طبعا انت عارف، يعني انت لسه قايل انك عارف عطل فني من زمان وعارف الحوارات دي كلها. طيب عطل فني واللي هي بتاعت برش بتاع ساندرا. يعني قديم يعني. طب يلا استلم الطريق بقى وقول لي اولك كان ايه ودخلت في ايه وانا هسرسب منك في السكه. طيب انا اولي بدايتها. عندك كام سنه؟ انا عندي 27. طيب ما شاء الله. اولي خرجت، يعني خلصت ثانويه عامه وحطمت امل ابويا ان انا اخش هندسه لان انا كنت عايز اخش كمبيوتر ساينس. انت كنت جايب مجموع؟ والله فهو التسعينات والحاجات دي. 93 ونص. كنت في مدرسه مفوقين فدحيح يا ساتر. ما تقلقش استر علينا. كنت فاشل يعني ساعتها. ماشي. بس هو للاسف كان مقتنع ان انا هفتح سايبر. ايوه الحاجات منطقيا يعني بالظبط. وان انا امشي اقول هسرح معايا دور المشوي او الحسابات المشوي فالطبيعي يعني. بس فحطمت امل ودخلت كمبيوتر ساينس. انا من زمان بحب الجيمز. زينا كلنا. بالظبط. من ايام بقى كلاو، او مش من ايام كلاو، كمان من ايام ما كان عندنا كمبيوتر صخر. كنت ماشي. ما هي اللي هي برنس اوف بيرجيا. انا برضو عديت المرحله دي. انا كنت بلعب على الصخر كمان زمان عند قرايبي. بالظبط. فانا حته الجيمز عامه والانيميشن بتساويني. انا بحب الافلام قوي. اي افلام مسلسلات، بص اي فيجوال ميديا بحبها. انا راشق. اي حاجه فيها الوان ومش الوان ابيض انا تمام. انا تمام. اي حاجه بتتحرك او ما بتتحركش فيها صور انا فل قوي. بس في الكليه تطرقت، واحد عزيز عليا اسمه وليد عرفني على بلندر. كنت انا في تانية كليه ساعتها. ماشي. بس بقى وابتدت القصه بقى ايه. يعني دخلت وما خرجتش الى حتى هذا الوقت يعني. قضيتها سيلف ليرنينج بقى. حبه حلوين. كان قبل طفره ما بلندر يبقى زي ما هو دلوقتي خالص تماما. كان ساعتها كان 25 ميجا. كان اللي هو يا دوبك تعمل بوكس بالظبط. كان 2.49 انا فاكر. كان حتى سايكلز مش موجود. هو كان ليه 2 مودز، بلندر انترنال ريندر وبلندر جيم انجن. ماشي. والله لا يوريك بلندر انترنال ريندر. والله لا يوريك. والله كان حاجه بشعه يعني. كان الفيو بورت مثلا اللي دلوقتي احلى منه يعني. بس قضيتها بقى مع نفسي سيلف ليرنينج وبدات ازك لغايه بعديها بسنه ونص بدات اشتغل. اشتغلت ببلندر؟ اشتغلت فين ببلندر؟ انا ما بليش سوق لبلندر هنا خالص. بص في مجال الميديا عامه وات ايفر التولز انت بتشتغل عليها، انت لو شغلك حلو هتشتغل ايا بقى كان التول ده. لا بص، يعني مثلا هو اصلا الناس اللي في الشغل عايزه منك ايه اكتر من شغل يطلع. يعني انت بتعرف تسلم لهم وتستلم منهم، بس بقى بتشتغل بقى ببلندر ببينت برجل حمار مش فارقه ده يعني. بس في بايب لاين وناس متعودين عليها طالما بتعرف تفت. ما هو انت البايب لاين في ايه؟ انت علشان تبقى بارت من البايب لاين انت في انبوت واوتبوت. طالما الانبوت بيخش لك تمام وبتعرف تطلع اوتبوت فول ما لهمش فيه بقى. بس ما خلاص. فخاصة بقى لو انت اصلا لوحدك فانت البايب لاين، انا الحكومة. بس فبدأت كانت بدايتي كان اتمنى يكون بيتفرج احمد جمال. احمد جمال وكان فاوندر هو يا لهوي والله بنسى اسمه. اين يكون فاوندر بتاع بوست اوفيس. ماشي. هم اللي عرفوني او ادوني اول فرصة ان انا اشتغل. كانت تبع اكسير. عملنا اول بروجكت، يعني كان اسمه بروجكت. تخيل بروجكت كان اسمه بروجكت. كانت اول بدايه ليا ببلندر. وفي الوقت ده كان كميه الهيت لبلندر كانت صعبه قوي. في الاندستري لسبب انت هو بلندر فعلا كان ساعتها مش قوي. ما كانش قوي زي دلوقتي. كان سيء. كان سيء في حته الشيء. انت ايه اللي وداك عليه اصلا من البدايه؟ فري. ما انا برضو بحب عشان فري وخفيف. انا كنت معايا لابتوب كان علبه تونه فاهم، فتمام يعني. فانما هبدا افكر في مايا وماك خاصه. غير كده بلندر بص اي سوفت وير ليه بيرسوناليتي. يعني مثلا لو هنتكلم على ماكس تحس انه لابس سوت او مش سوت، هو الاربن فاهم. هو وعاد بلطجي. ايوه ماشي. عاد بلطجي. مايا بقى ده السوفيستيكيتد شويه، لابس سوت وكل حاجه بحسوكه. بلندر ده الجيكي. بص بسيط في كل حاجه. بجهز لك. بص انت تحلم كده وترمش وانا هعملها لك. فكل على حسب البيرسوناليتي اللي انت بتاعتك هتلاقي السوفت وير اللي انت عايزه.
يعني مثلا السينما 4 دي انا بحسه الارتستيك والهايبر اكتف بسبب الموشن والحاجات اللي فيه، فاهم؟ أيوة مجنون شويه. منطق. فكلهم بيعملوا نفس الحاجه. فانا بلندر كان اكتر واحد. انا كنت قبليه جربت ال 3 ماكس، بس بلندر تحت فيه قوي قوي. انا بحبه برضه انت يعني والله في القلب. انا عايز اقول لك ان انا كانوا ملقبيني اللي بيحب بلندر اكتر من الناس اللي عاملين بلندر نفسهم يعني. متعز ببرنامج معزه خاصه. والله زي اخويا كده. اه ف بعد ما اشتغلت في وكنت اشتغلت وانت في اصلا تالتة لقيت كلية. شغل ازاي يعني؟ انت في الاساس لقيت شغل ازاي؟ جت كده يعني كونكشنز في البدايه، كانت كونكشنز. ماشي. وانت جبت كونكشنز منين؟ من الجامعه؟ اصل الكمبيوتر ساينس ما فيهاش الكونكشنز. لا، ما انا كان احمد جمال كان معايا في مدرسه متفوقين، دحيح هو كمان، نور يا احمد. ماشي. لا بس هو احمد كان اعلام وعمل الاستوديو بتاعه. وبعد كده كانت بدايه. بص مش هقدر اقول ان هي اول انطلاقه بروفيشنال ليا، لان هي كانت جيج، فاهم؟ انا كنت بجرب فيهم وبتاع وما كنتش وهم بيجربوا الدنيا ماشيت كده، فاهم؟ كنا 3 قاعدين في اوضه وتمام. الانطلاقه الريل ليا كانت في مسلسل اسمه الفرجنا، فيلم مسلسل انيميشن، كانت بنش مارك اللي عاملاه. كنت شغال فيه از انفايرمنت ارتست، يعني معظم البروبس والحاجات دي كنت انا اللي عاملها alongside المسلسل. ودخلت سيكا في اللايتنج، وكنت شغال بلندر. بس كنت في حته بقى ان انت تقفل وبتاع، كنت بعمل اللي عايزه على بلندر. بعد كده امبورت الحاجات بقى جوه البايب لاين بتاعهم، يعني بقى امبورت في 3 ماكس واحط الحاجات وخلاص خلصنا. يعني بس انت كل شغلك بلندر؟ احلى حاجه والله، مطمني والله. لا بص يعني اصل انا هجي لك بلندر حصل فيه تطورات اليومين دول. بعد كده قررت ان انا في حته لما كنت بتعلم بلندر. انا لسه عندي سؤال سيكا كده، عندي سؤال لسه سيكا. كمبيوتر ساينس بعيده شويه عن الحاجات الفنيه سيكا، ده حقيقه. لا سكتين ثلاثه. انت رحت اشتغلت في الارت وبتقول لي اول شغلانه انفايرمنت ودخلت دوست، ده حقيقي. اتعلمت ده ازاي؟ السيلف ليرنينج برضه؟ الارت يعني عامه ليه 2 سيكشنز. انا بحب دايما اوضح او بشوفها كده اهو، ان البني ادم هاو باورفول هي از في الارت هي عباره عن ارقام، هي معادله اكسبيرينس زائد تالنت زائد هارد ورك. ماشي. انت مؤمن ان في تالنت؟ هو انا مؤمن ده كان سؤال. ماشي. التالنت هي مالتيبليكيشن، تمام. الاكسبيرينس جواها الشغل اللي انت عملته والسيلف ستادي والكلام ده، فهي بتتقسم لتالنت واكسبيرينس. ماشي. زي مختار تالنتد بنسبه او التالنت بتاعه 10 وانا التالنت بتاعي 2. مختار عنده الاكسبيرينس 1. انا عشان بهارد ورك الاكسبيرينس بتاعتي 5. فده في ده الايكويفالنت انا ومختار زي بعضينا. الفرق ان لو مختار اجتهد سيكا وجاست جت 1 أو 2 في الاكسبيرينس هفلت فوق بقى. بالظبط، لان التالنت هي البيز بالظبط اللي ما بينفعش حد يكتسبه. بالظبط. فالتالنت بالنسبه لي عامله زي المالتيبليكيشن، بس at some point في واحد ممكن يجتهد جدا يوصل الاكسبيرينس بتاعته 40 50، يعني هتعرف يعدي. بالظبط. فاحيانا التالنت بيت او الهارد ورك بيتس تالنت، بس صدقني عمر ما حد يعرف يبيت واحد تالنتد هارد وركر. صح، ده خلاص ده ميسي. لو الاثنين هارد وركر اللي هيكسب التالنتد دي بقى بتاعت ربنا. دي ارزاق بقى خلاص بقى. انت كده عملت اللي عليك. انت عملت اللي عليك بالظبط. انت عملت اللي عليك بتاعك. فيعني لما تبدا تخش في ليج التنانين اللي بيطلعوا نار من بقهم فوق، فاهم؟ فوق خالص دول كده، هتكتشف ان هم بيبقوا قاعدين كل واحد عبقري في حتته، عبقري بشكل مرعب. فتسال تقول هو يعني وصل لده ازاي؟ هتلاقيه هو كان على مدار 4 5 6 سنين كل يوم بيعمل حاجه، كل يوم بيستدي، كل يوم بيعمل سيلف ليرنينج، تمام. فهي ملهاش اوبشن غير كده يعني. حلو. فانا دايما بشوفها كده. حلو. المهم في الكليه انا مؤمن بمبدا اللي هو كنت بحب اقول الكلمه دي، زكاه العلم تعليم. ماشي. انا ربنا كرمني ان انا اتعلمت او وفقني في ان انا اتعلم، فقلت خلاص يا جماعه طب ما اعمل ورك شوبس في الكليه اعلم فيها بلندر وانشر فيها مبدا الاوبن سورس. ماشي. هو اصلا بلندر هو اوبن سورس. فكان عملنا حاجه اسمها اوبن او اس تي اوبن سورس كوميونتي. هم كانوا صحاب يعني ادهم وليجي دخلوا عملوا بقى حته اللينكس والكلام ده، بما ان انا كمبيوتر ساينس وانا كنت في حته بلندر وبدي ورك شوبس في بلندر. وانت كنت قلت لي ان كمبيوتر ساينس مالهاش علاقه ببلندر قوي. في عين شمس ديبارتمنت الوحيد اللي في مستوى مصر بيعلمك
حاجه بيسموها كمبيوتر ساينتفك كومبيوتنج، كومبيوتيشنال جيومتري، بمعنى انت بتفهم ال 3 دي من اول ما قالوا يلا بينا نعمل 3 دي كاكتشوال ديفلوبمنت. يعني اوبن جي ال، مثلا انا فاكر ان انا في الكليه كتبت الاو بي جي هو بيعلمك البروجرامنج بتاعه ازاي تصنع برنامج 3 دي، ومش مش تصنع، مش بتشرح بس تفهم الكونسيبت معمول ازاي. انت فاهم الكونسيبت، انت تفهم الكونسيبت. يعني مثلا حاجه زي هندسه فراغيه كده لو انا مش جاهل شويه، قرب شويه يعني هقول لك على حاجه. مثلا انت بتشوف الكاميرا بتشتغل ازاي. اوكي، لا دي حاجه ثانيه شويه. العكس بتاعها بالظبط زي ما بيحصل في ال 3 دي عامه، بيسموها حاجه اللي هو باك ري تريسنج مثلا. فانت بتبقى فاهم الالجوريزمز، بتقدر تشوف مثلا او تفهم السوفت وير او الكمبيوتر نفسه بيفهم ال 3 دي عباره عن ايه، الفيرسيز دي ايه الداتا اللي جواها. فبتبقى فاهم مثلا هو البرنامج هنا تقل ليه، عشان في كميه داتا وبيحصل انتربوليشن وبلا بلا. عملت لمبه ايميشن كده هي تطلع نور فالجهاز قفل معايا وشكرا كده بالظبط. هو قفل نور عشان انت عندك جيومتري كتيره قوي دنس، فهو لازم يكالكوليت اللايت راي مع النورمال بتاع السيرفيس، فهو قسم الحسابات انفجر فقال لك مش هتكمل. فتمام ماشي. ايوه بس ده برضو لسه حته ان هو ده هيخليه فاهم تكنيكال. بس واحد عنده ارت ازاي يعني ده ارت في الاخر هو ارت. يعني اجمد واحد تكنيكال في العالم هيقعد يصلح لي الارت اللي انا عامله، ده حقيقي، لكن هو مش هيعمل هو الارت. انت جالك الارت ده منين؟ يعني جبته منين؟ ممكن اقول من ابويا. انا ابويا مدرس انجليزي بس في نفس الوقت بيرسم. ماشي. بيرسم زيت وجواش واكريليك، بيرسم اي حاجه، بيرسم خلاص. ومراتي خريجة فنون جميله بترسم بس ما لهاش علاقه يعني بس الفكره كلها ممكن اي ثينك ان هي من الجينز يعني هي حاجه انت بتحب الرسم او الاكتر هقدر خليني اقول لك انا بحب اتخيل. ماشي. فاي ثينك جزء من التالنت. ما هو اصلا نص الرسم خيال بالظبط. يعني هو ده طبيعي. انت لو عندك خيال واسع هترسم غصب عنك، يا تكتب يا هترسم يعني هتفرغه بشكل ايا كان بقى. صح. يعني في البدايه كنت بلعب مزيكا يعني، وبعد كده بقى فاهم انت عندك جواك كبت جوا عايز تطلع اي شكل مش قادر. ايوه ما هم كلنا كده. بس بقى فايه لقيت بلندر يا عيني ما مسلمش تحت ايدي. خدت على ما اقول لك كنت على اقول لك كده بس وسوحته من ساعتها. ماشي. وانا في كليه خلصت بتاع حبه حلوين كده في بنش مارك، قعدت سنه ونص. خلصت كليه ودخلت الجيش. اللهم صل على النبي. فاهم. ماشي. دخلت الجيش خرجت بني ادم تاني خالص. ليه؟ ارفع 36 كيلو. لا انت سبت واحد جوه يعني. انا سبت بني ادم تاني جوه. فاهم، واحد جوه قاعد جوه. ماشي. بس كانت لايف تشينجينج اكسبيرينس. انت قبلت ازاي لو انت خسيت كل ده اصلا؟ هم دخلوك الجيش ازاي؟ بص هو انا دخلت شرطه عسكريه. اوكي. او في الاول انا كنت اجهزه قياده لان كمبيوتر ساينس. ماشي. فيقعدوك على اكسل جوه ولا اي حاجه يستفيد منك؟ انا كنت اشتغل 3 دي في الجيش. لا والله. وحياة ربنا. ماشي. فضل من عند ربنا يعني. ماشي الحمد لله. بس بما ان انت شرطه عسكريه فانت ما ينفعش ما تبقاش شرطه عسكريه. فهاتك بقى ايه فرقه صاعقه وفرقه فض شغب. فاهم دي يعني مثلا انت عشان تنزل اجازه عشان تشوف اهلك انت محتاج تجيب لي 20 ضغط ولا 20 عقله عشان تاخد اورنيك الاجازه على الصبح كده على الريق. فانا فاكر ان انا فاكر اول اجازه ليا كنت ساعتها 110 كيلو. ماشي. والله والظابط بيقول لي يا ابني خد الاورنيك بتاعك مش عارف ايه بس هات لي الاول 20 عقله. قلت له 20 عقله هو لو واحد مش شايف جسمي انت شايفني مش ايدي مش هتشيل العقله مش هتجيب عقله ايه. انا لما ببص للعقله بنهج في مشاكل. فقلت له خلاص انا هطلع انام. والله صعبت عليه فاهم امسك يا ابني انت تمام يعني. ماشي. انا مش شرطه عسكريه، انا كنت ملحق على الشرطه العسكريه بس طالما انت ملحق لازم زيك زيه بالظبط. سيستم. بس فكان في صف ضابط بحبه جدا يعني اسمه احمد. قال لي بص يا ابني انا هخسسك. بس بقى وهم شاطرين في الحكايه دي جدا. عبقرة. انا قريبي دخل بحريه بقى هالك. عبقرة في الحته دي. هو بيعرف ايه. خاصه ان الشرطه العسكريه ومن الاسلحه الخاصه اللي بيجي لها اكل معين. بروتينات بقى بيظبطوك وبتاع وليكوا سيستم في فسيستم وسيستم تمرين. انت كل يوم الصبح زي المظلات كده بتجري ضاحيه 8 كيلو. فاهم. ولا انا كنت كل شهر بغير افرول كل شهر. وسع انا داخل 114. طب والله العظيم دي حاجه حلوه. ايوه والله جدا. 114 خارج 83. صدق لا تصدق ان الرياضه عامه خاصه الخسان والجيم والكلام ده هيفيدك في حياتك العمليه اكتر. صح.
صح. انا في الجيم مثلا بتحدى نفسي فيزيكلي، باوفركم الوجع والكلام ده. اللي اصعب منه لما تبقى قاعد كده قدام الكانفاس ابيض كده وانت محتاج عندك ارت بلوك. فانت في الجيم ما عندكش حاجه اسمها انا ايدي بتوجعني رجلي بتوجعني، فيش الكلام ده. انت هتنزل يعني هتنزل وتقع تمام، هتقف تاني. فنفس الكونسبت يعني انا بستغرب جدا الناس تقول انا عندي ارت بلوك. كونك انت تقول عندك ارت بلوك انت كده مش بروفيشنال، او انت ما ينفعش تشتغل ارتست لسه. ليه؟ لان احنا كان في عبقري مش فاكر اسمه ايه والله، كان الليد الليد ديزاينر في ابل. كان بيقول لك الناس كلها بتشوف الكرياتيفيتي حاجه عبقريه وكبيره وبتاع، احنا بالنسبه لنا الكرياتيفيتي ان احنا تقوم تصحى تشتغل، ما عندكش اوبشن. ده كونسبت تاني. ده بص، ده انا برضو كنت قاعد بتفرج على، انا كنت في فتره ما بكتب سوبر بومبا، فانا بحب الكتابه بس مش شاطر قوي فيها. انا بحب الكتابه برضو، بكتب كتب اطفال. انا اصلا عندي فكره ان احنا يعني بعيد عن الموضوع ان احنا نعمل كتب الاطفال ببلندر، يعني الارت بتاعها يبقى حاجه زي كده. والله انا الفكره عندي، يعني انا الفكره ظريفه جدا. يعني انا حاسس ان انا مش عايز اعمل كتب اطفال اللي هي برشات وبتاع، انا عايز اعملها كوكب كده مع الفرق ان انا مش عايزها تبقى كتب اطفال، انا عايزها تبقى حاجه ابلكيشن مثلا، حاجه بالظبط، تبقى فيجوالي وفي انيميشن والكلام ده. مش انيميشن بس يعني شويه ميه بتعمل كده، اضاءه بتعدي كده. ميزه بقى ميزه ال 3 دي عامه ان انت ممكن تعمل اي ستايل انت عايزه. مثلا كولاج، عايز تعمله مثلا المينيتشرز اللي بالكرتون، المينيتشرز اللي بالخشب، عايز تعمله مثلا اصل هي كلها ماتيريالز تعرف تجيبها بالظبط، نوتزات وظبط نفسك وهتجيب. عايز تعمل مثلا الكريونز اللي هو الكريون كانه بالشمع والكلام ده، اتفضل هاف فن. فانت عندك unlimited supplies وريسورسز ممكن تعملها وافكار ممكن تطبقها، فاهم؟ يعني انا شطاره سن يعني عايزه مع الوقت، مش بدري. ما هي بتتقسم نصين، النص انت تكنيكال والنص الثاني بقى ارتستيك. فانا بالنسبه لي الارتستيك اهم بكتير قوي. التكنيكال انت ممكن تجيب اي حد او تشتري حاجه تعملها، مفيش مشكله. يعني مثلا من اكتر الناس العبقريه اللي بحبها لايكا ستوديو. تعرفهم؟ لا. اللي عاملين كوبو او فيلم اسمه لينك. ماشي. اتفرجت على كوبو دبل سترينج؟ كوبو شفت كوبو. لايكا ستوديو بيعملوا ستوب موشن. الافلام تبقى هايبرد ما بين السي جي والستوب موشن كلاي. ماشي. لو اتفرجت وهم بيانيميتوا سين مثلا، ايه ده؟ الناس دي محتاجه تبقى على ليفل مرعب من الفوتوغرافي، من الارت، من 3 دي، من النحت، من كل حاجه، فاهم؟ انت بتكسل في 100,000 سكيل ممكن البني ادم يقعد حياه كامله عشان يكسل واحده منهم عشان يعمل حاجه زي كده. وهم كلهم بيعملوا كل ده في وقت واحد، بيطلع فيلم عادي فيلم تعيط من حلاوته. اوكي. من الافلام اللي فعلا تحب تتفرج عليها يعني مثلا برضو من ضمن الحاجات دي كلاوس. كلاوس كان حلو. سبايدر مان تو سبايدر فيرس، ده فاهم؟ كل واحد من دول ده فيلم، ده بالنسبه لي كل واحد من دول ليه حته، يعني عارف بحسهم ان هم بيعادلوا البار. ماشي. ما هو بس انا سبايدر مان الجزء الثاني بداوا يوفروا شويه في الانيميشن. مش هو يوفر، بص هم يعني هو كانوا عايزين الاولاني ماستر بيس بالظبط. هم بيفلكسوا، فاهم؟ انا بفلكس عضلات، انا مش ده الجزء الاول. الجزء الثاني انا حاسس ان هم يعني مش لازم نعمل كل اللي عملناه في الجزء الاول، بيختصروا كده سيكا يعني بقى خلاص بقى هنخش سكه الكوميرشال بقى، فاهم؟ احنا ايوه بالظبط. مثلا من ضمن بقى التوب بتاعهم، انا بالنسبه لي تشيرين توب اركين. اركين ده برضه. اركين مثلا انا بعد اتفرج عليه انا ساكت كده. انت يا جدعان انت عارف كمان الاحلى في اركين ايه؟ ان القصه حلوه، كل حاجه حلوه. اللي هو مفيش حاجه وحشه. ما حدش عمل حاجه انا وحشة. بالنسبه لي اي عمل اهم حاجه فيه الستوري تيلينج. صح. ده مبدئي. بص يعني اقول لك على حاجه، فنفكر كده مثلا في اول فيلم 3 دي اتعمل سنه 95 كان توي ستوري. ماشي. اي حد حاليا مع بلندر يعرف يطلع كواليتي احسن من توي ستوري. صح. بس مستحيل حد يعرف يجيب قصه حلوه زي. الفكره كلها في الفيجوال او في الستوري تيلينج. الستوري تيلينج ممكن يبقى كتاب كلام بس الستوري تيلينج بتاعه حلو جدا. صح. ممكن نفس القصه هي بس معمول لها ستوري تيلينج فيجوالي غلط او مش حلوه. يعني انت مثلا ممكن تلاقي افلام بتاع ديزني كمان و3 دي لا يعلى عليه، بس مش تقدرش تتفرج عليه. انا بالنسبه لي واحد زي ده جود ديناصور مثلا، فما بحبوش. الفيلم بتاع رايا الجديد بتاع رايان ذا دراجونز فيجوالي حلو، فيجوالي ابيلينج قوي، انما ستوري
مفيش اي حاجه. انت عارف اصلا دي مشكلتي، كنت لسه بتكلم مع عمرو شعلان نفس مشكلتي. انا مشكلتي ان السينما نفسها بقت وحشه، القصص وحشه، فانا مش عايز اقعد اتفرج. يعني انت مهما عملت، انت عمال تحزق في الجرافيك، برافو عليك. برافو. وبعدين برافو. انا مش مبسوط. يعني انا بتفرج على ساعه على جرافيك حلو ماشي، انا لو طالب في جرافيك هبقى مبسوط ماشي. انا بالنسبه لي مارفل كده الصراحه. انا بالنسبه لي مارفل كده برضه. يعني بص مارفل هم نفس الفيلم هنقوله 40 مره مختلفه ومن زاويه واحده ومن زاويه مختلفه. هي نفس الحدوته، بطل جامد جدا بيحصل له مشكله، بيوصل للو بوينت، بعدين يقول لا ده انا ذكر، ويقوم رايح موت الوحش. كامياميا. بس هو كلهم هات لي تيمه غير دي استخدموها مفيش. بس في سقطات ظريفه المارفل، يعني عندك لوكي فلت من تحت ايديهم مثلا. ماشي لوكي، ولو هتعتبر دير ديفل اول جزء، دير ديفل مسلسل بقى. دير ديفل المسلسل ده اول جزء اتعمل ممتاز. اول ما بداوا ياخدوه ناحيه الساي فاي ويلا بقى ننزل تحت الارض، طب ماشي هتفرج بس عشان اتفرجت على اول جزء، لكن غير مثلا انا بالنسبه لي كسوبر هيروز عندك ذا بويز. ماشي ده ما شفتوش لسه عايز اشوفه، ده في القلب. عندك انفنسبل. ماشي. بص انفنسبل انا كنت بقرا الكوميكس بتاعته قبل ما يتعمل انيميتد. انا اول لقطه شفتها عرفتها عن انفنسبل، الدم طرطشه فعجبني يعني. انا بتحب الجور انت. لا انا هو رياليستيك. هو رياليستيك يعني. ذا بويز هيعجبك قوي. ما هو نفس الفكره. انا اصلا بقى قبل ما اشوف دي انا عمري لا قريت ده ولا قريت ده. انا كنت بكتب قصه نفس الريتم، رياليستيك سوبر هيرو بيتحكم في السياسه. رياليستيك أو انا كنت جايبها من ناحيه ان هو سوبر هيرو، بس هو مش طايق الشغلانه بقى. يعني هو يعني خرب بيت ابو دي، انا مش عايز ابقى لا سوبر ولا هيرو، انا عايز يا جدعان اقعد في حته ثانيه. بس انا عايز اشتري لي معزتين زي اي بني ادم. معزتين هي الفكره كلها قايمه على كده. بالظبط. انا شايف ان هو ده المفروض اللي يبقى السوبر هيرو الجديد. السوبر هيرو متلمع الطيب ابن الناس اللي هو كلارك كنت ده، خلاص ده احنا مش عارفين نصدقه اصلا. في فرع كده مغضوب عليه في دي سي اسمه واتشمان. ده كده هو ما هو ده. والانيميتد سيريز بتاعت الانيميتد موفيز بتاعت دي سي حلوه قوي. انا برضو عارف في حاجات على التيك توك كده بقعد اتفرج الشورت بتاع حاجات قصيره كده من مسلسلات باتمان. كرتون الانيميتد سيريز. انا بحبها يعني. انا بالنسبه لي كويس، وشخصيه باتمان الصوت حلو والرسم حلو والاكتنج حتى بتاعه حلو. جربت اللعبه او اللعبه عامه مثلا اركم ترولوجي مثلا بتاع باتمان؟ انا دي لعبتها. هم اركم اسايلم، اركم سيتي، اركم نايت. اللعبه اللي فيها بتاعت سكير كرو ساعه لما بيعمل الدخان بالظبط. دي اسمها ايه؟ دي اركم سيتي. انا لعبت دي. بص دي ممتازه. الستوري هنا الكونسيبت. انت عارف اصلا ان كل لعبه فيهم اللي فيه ما لا يقل عن 2.5 ساعة موفي متجمعين كسينماتيك موفي. هو طبعا. فيلم. ايوه. فانا بتعجبني يعني في مثلا لعب ليها ستوريز عبقريه مثلا It Takes Two. مثلا لعبه زي ستري. ماشي. فاهم؟ كل الالعاب دي ليها ستوري وفيجوالي ابيلينج. ممكن ما تبقاش احسن حاجه، بس في الاول والاخر الستوري تيلينج ماشي دي اهم حاجه. فالستوري تيلينج عامه بايا كان الوسيله بتاعته، فيلم، مسلسل، ايفن حتى اغنيه، حتى كتاب، هي ستوري تيلينج. في ستوري وبتوصل لك فيجوالي بقى ولا ريتن ولا حتى تمثيل، مش فارقه. فانا بالنسبه لي كور الارت ستوري تيلينج. صح. انا نفس الحكايه بالظبط. عشان كده بحب الكوميكس اصلا. يعني انا بالنسبه لي ممكن تبقى اجمد رسام كوميكس في العالم، بس القصص وحشه يا معلم. انا مش انت تكنيكلي حلو تمام. بالظبط. ايوه بالظبط. هو يعني ده اللي انا مثلا عامل زي ايه؟ في ارتست ممكن يبقى عنده ادوات تساعده ان هو يطلع احسن ما عنده، وفي ارتست ممكن تبقى عنده ادوات تحجمه. تمام. انا بالنسبه لي التكنيكال بيرسون ده الادوات، ودي مش حاجه عيب خالص. ما فيهاش مشكله. ما فيهاش مشكله. بس في ارت دايركتور وليه فيجن. هنا الفيجن بقى. يعني مثلا فلناخد مثال مثلا كريستوفر نولان وهانز سمر. تتوقع مثلا فيلم زي دونكريك مثلا كان المخرج بتاع ده كريستوفر نولان، بس مين اللي كان ليه كلمه في الاول والاخر في المزيكا مثلا؟ هانز ده. يعني مثلا انا ليا فيجن، انا عايز مثلا حاجات معينه الفيور يحسها 1 2 3 4. خد شويه الكلام ده كله يا عم هانز وطلع لي حاجه. هل هانز سمر كده مش ارتست؟ هو ارتست، بس هو بيقدر يحول الكلام اللي الشخص عايزه او whatever اللي مطلوب منه لارت. في ناس ما بتعرفش تعمل ده. هي بتديك عايز ارت دايركتور ايه. بالظبط. يعني انا مثلا احسني فيا سيكا ان انا ممكن ابقى محتاج ارت دايركتور سيكا حرفيا. حاجه ما تعبنيش. انا كويس تكنيكال، بس لما
مثلا اجي اشتغل على ارت بيس جديده، كنت في يعني الارت دايركشن برضو ممكن تتعلمه. انا بالنسبه لي طالما انت عندك فيجن، هو بيتعلم طالما بتعرف تتخيل تمام. مم. يعني انا كنت في الاول كنت محتاج كونسبت، ومحتاج ان انا يبقى في حاجه فيجوالي قدامي، واحده واحده بقيت عارف الحاجات الحلوه تبقى بتتعمل ازاي، او ايه الحاجه اللي تخلي الحاجه شكلها حلو. واحده واحده الواحد بيبدا يتعلم فيها. صح. فانا بالنسبه لي والله التكنيكاليتي ملعب والارت ملعب، الاثنين زي جناح الطياره كده، ما ينفعش مع الطياره تطير من غير واحد منهم. صح صح. بس فده مبدأ يعني، ده مش عيب وده مش عيب. بس صح. كنا وقفنا فين؟ والله ما فاكر. احنا كنا استنى، كنا فين والله؟ هقول لك. بعد ما خلصت الجيش. انت مش خلصت الجيش اصلا، كنت لسه بتخس الجيش. انا كنت بخس الجيش والله. في الجيش بقى اشتغلت 3D. ماشي. يعني كانوا بيحتاجوا حاجات زي سيميليشن لحرب والكلام ده، فاهم؟ فكنت بشتغل 3D. ماشي. وخلصت الجيش اشتغلت في اندي ستوديو اسمه فلير مع المنتور بتاعي حمدي الزيات. والله كاني ما خرجتش من الجيش، فاهم؟ حمدي ما شاء الله عليه زي صف الضباط. عاوز فاهم انت فوقيك عقيد اركان حرب، تعتل شغل عتاله. يعني لما خلصتش حاجه هيرقدك ويسهلك يعني. فلا انا بعتز بحمدي. حمدي كان ليه فضل كبير قوي بعد ربنا ان انا اوصل للمستوى اللي انا فيه عامه يعني كفكر. هو شاف ان تمام انت كويس تكنيكال وكويس ارت وكل حاجه، بس مخك بقى فاضي. انت محتاج بقى ايه؟ تملاه. فبدا يمنتورني لغايه وقتنا هذا يعني. ممتاز. ده دايما ده حظ على فكره، مش كل الناس تلاقي حد كده والله. ده بجد. ايوه طبعا. طبعا. وفكره بقى ان انت تضحي ببوزيشنز في شركات كبيره عشان يعني انا بالنسبه لي كده، انا بالنسبه لي احب اشتغل في استوديو صغير احسن ما اشتغل في استوديو كبير قوي. اشمعنى؟ ليه؟ في الاستوديو الصغير او في الاستوديو الكبير انت هيبقى ليك حته محدده، مثلا متخصص في حته قوي مش هتطلع براها. دي مش عيب، وبالعكس هم بره بيحبوا ده، بس مش في اول الكارير، مش في اول طريقك خالص. اوكي. انت في اول طريقك محتاج تجيت as much skills as you can. ايوه ماشي. علشان بعد كده تبدا اصل بص، انت مثلا ممكن تاخد من بوينت A لبوينت B ستريت لاين. ماشي. لو خدت من بوينت A لبوينت B زجزاج او خبطت يمين خبطت شمال هتاخد وقت اطول. بس كل بوينت هتخبط فيها يمين او شمال هتفتح منها حته وانت جاي. هتفتح لك طريق. ماشي. بس عندي سؤال برضه، يعني انا عندي مشكله دي انا شخصيا بقى. انا دلوقتي عايز اشتغل في جيمز لو بولي بلندر، مش عايز اعمل حاجه ابعد من كده. انا حتى ديزاين الجيمز انا ما عنديش مشكله في ده، بس انا ما عنديش القدره ان انا اقول ان انا بعرف اصلا اعمل ده. يعني اخاف اشتغل في اندي ستوديو، اخاف اقول لهم انا بعرف اعمل، ما عنديش الثقه دي. لكن انا لو رحت شركه كبيره في حاجه متخصصه صغيره انا هبقى تمام، يعني انا عارف ان في حد يشيلني. لكن وانت في اندي انت مع نفسك. العكس تماما. ليه؟ ازاي؟ انا اشتغلت في اندي ستوديو. اندي ستوديوز كتيره، ومنهم يعني برضو ناس يعني ستوديوز في بره مصر، واشتغلت كولابريشن فريلانس مع استوديوهات كبيره، لايك كبيره تبع بلاي ستيشن واكس بوكس والكلام ده. والله بحكي لنا عنهم حاضر. ماشي. الفكره كلها انت في الاندي بتبقوا ماكسيمم 50 بني ادم ماكسيمم. التيم كله من اوله لاخره. التيم كله من اوله لاخره. الاستوديو دايركتور والديفلوبرز والموظفين بالفراشين حتى هم 50. فالارت تيم عامه انا بقول لك بالكتير قوي انا اشتغلت في اندي ستوديو كنا على بعض 16. ماشي. واللي انا حاليا فيه في 60. والفكره كلها ان انت في الاندي ستوديو انت مثلا انت عايز تعمل لو بولي جيم. خلاص. طب مختار هيبقى التاسك المين تاسك بتاعته ايه؟ ان هو يعمل اللو بولي انفايرمنت مثلا او كونسبت بتاعها. ماشي. تمام. خلاص. هتعمل كونسبت. هيجي واحد من الجيم بلاي ديزاينرز يقول لك والله انا شايف ان ده احسن. تبدا تشوف برسبكتيف بتاع الديزاين بتاعك من منظور الناس تانية، من منظور السكريبتنج، من منظور الجيم ديفلوبر كتكنيكال. دي هتبقى كويسه في الكودينج ولا هتبقى صعبه، او اللي انت عايزه ده هيبقى ايه من منظور الاهم بقى الجيم بلاي. فاهم قصدي؟ فانت بتتشبع بكميه نولج من كذا حته يخليك اوريدي شخص مختلف خلال شهرين ولا ثلاثه، وانت متوقع ان انت اصل انت في الاول والاخر في اندي ستوديو، فالاندي ستوديو مش متوقعين منك ان انت تخلص لهم اللعبه. في الاول والاخر يا جماعه احنا اندي، احنا بنعمل حاجه جيج.
فميزه بقى الاندي ستوديو ان عاده الهيرايكي فلات، يعني اقل موظف زي اكبر واحد، كلكم فلات بيتكلموا بعض دايركت، ده بيسموها فلات هيرايكي. وفي نفس الوقت بتنشأ ما بينكم ألفة حسيتها اكتر بقى في مصر في استوديوهات مثلا اللي هي الاندي ستوديو الصغيره بتاعت الاعلانات زي كونكيف وزي زند وزي مونكيز والكلام ده. يعني مثلا انا كان ممكن اشتغل في استوديو من الاستوديوهات الكبيره بدون ذكر اسماء، يعني اكبر استوديو هنا في مصر وصاحبه نفسه كلمني وبتاع، بس انا ما حبيتش ده. انا اهم حاجه بالنسبه لي الانفايرمنت ما تبقاش توكسيك. اوكي، انت ارتست في الاول والاخر، فانت الارت مرتبط تمام الارتباط بالحاله النفسيه والحاله النفسيه بتاعتك. انت مختلف تماما عن ناس كتير قابلتها. انا اشمعنى؟ عشان في ناس كتير بتخش تشتغل في شركه كبيره ويلا بينا بس انا جربت الاستوديوهات الكبيره بتبقى فيها مشاكل. اكبر مشكله بالنسبه لي ان انت بيبقى تيم كبير وبيبقى عندك ميس كوميونيكيشن. ميس كوميونيكيشن بيسبب 90% من المشاكل اللي ممكن تحصل في اي وركينج سبيس. يعني مثلا ممكن اقول لك كلمه الميس كوميونيكيشن ابقى قاصد مثلا بيها حاجه انت تفهمها حاجه يطلع شغل حاجه تانية خالص، فتحصل مشاكل. غير كده التوكسيسيتي يعني، بس دي مالهاش علاقه بحجمها، بس يعني معظم الستيجز طبيعه افراد في الشغل، طبيعه افراد وطبيعه شغل. هم انا ما بحبش البني ادمين الوركهوليك. واغلب الاستديوهات الكبيره وركهوليك بشكل غير طبيعي. انت ممكن تبات لحد 2 3 4 ممكن تبات في الشغل. كل ده مش ابريشيتد. كل ده حرفيا مش ابريشيتد. ناس كتير قوي ممكن تسالهم اشتغلوا في استوديو 1 2 3 يقول لك الكلام ده. الاهم من كده بقى، انا بحس ان الارت والتيم اللي انت شغال فيه لازم يبقى فيه بوندنج، لازم تبقوا متفاهمين في حاجه واحده مع بعض كده بالظبط. فاهم؟ علشان تطلعوا احسن ما عندكم. فالاندي ستوديوز ده بيحصل. يعني مثلا اصل الاندي ستوديو بتطلع ازاي؟ شويه ارتست تعبوا من التوكسيستي بتاعت الاستوديوز الكبيره، خلاص يا جماعه احنا هنعمل استوديو مع بعض. ده اللي بيحصل. بيبقى صاحب الاستوديو هو ارتست وبيشتغل معاك، وهو صاحب الاستوديو وهو بيشتغل. فمثلا انا فاكر والله مثلا ممكن نروح الشغل، صاحب الاستوديو مثلا يقول لك ها يا جماعه سيبوا الشغل بقى يلا ننزل نفطر. يا جماعه هنفطر ايه؟ بص انت قاعد وسط اصحابك. فانت بتحب الانفايرمنت دي جدا. انا بحب الانفايرمنت الهيلثي الفريندلي اللي في نفس الوقت انت بتشتغل وبتتعلم وفي نفس الوقت مفيش حد خانقك. مفيش حد كابس على مراوحك مخليك مش طايق العيشه اللي عايشينها. دي اهم حاجه. يعني مثلا تبقوا قاعدين بتشتغلوا في نفس المكان، عارف انت زي ما كان بيقول لك زمان على سبيس تون في جيم بوينت نضيف المراحل الى الغذاء، نضيف المراحل الى الشغل. ايه المشكله؟ ايوه انا الصراحه ما كنتش فاكر ان شغلي ممكن يكون ممتع. بس في الاستوديوز دي انا مثلا اي حد بيسالني في نايزك او الناس اللي بعلمها بقول لهم انا بالنسبه لي ان انت تشتغل في اندي ستوديو بيحصل لك 4 حاجات. اول حاجه انت السكوب بتاع الريسبونسبيلتي بتاعتك بتبقى كبيره، فبتضطر تاخد سكيلز كتير قوي. صح. فبتتحول من بني ادم عندك مثلا باب او بابين اللي عندك مجموعه بيبان. في بدايه الكارير بتاعك دي حلوه قوي. بس لو فضلت مستمره هتبقى صعبه شويه، ممكن تضرك شويه. هتثبتك في المكان، مش هتعرف تعدي في باب وتوصل لحته. مش كده بس، انت مثلا عندك 5 سكيلز كل واحده منهم 70%. فهو ما فيش استوديو هيجيبك تعمل 5 حاجات. هم عايزين 5 اشخاص كل واحد 100% في الحته بتاعته بالظبط. انما في البدايه بتاعتك انت مثلا بتتطرق للايت انفايرمنت موديلنج تكشرنج وممكن سيك انيميشن، ممكن سيك ريجنج وريندرنج وشيدنج والكلام ده. مفيش مشاكل. مثلا بعديها تخصصت انفايرمنت، حصلت لك مشكله ما وانت فاكر ان في الريجنج بيستخدموا تكنيك لحاجه معينه فهتلم او كل واحد كل واحد طريقه مختلف. فالاكسبيرينس بتاع كل بني ادم مختلفه، فنتيجه الاكسبيرينس دي هتطلع افكار مختلفه عن يعني مثلا لو انا اديتكم توبيك او اديت مجموعه ارتست توبيك معين كل واحد يرسمه بمنظور مختلف. صح، عشان كل واحد في مجموعه عامل في فريم معموله لايت، في اللي هيرسمها رياليستيك، في اللي هيرسمها مثلا سريالي. نفس كل واحد ودماغه. بالظبط، لان كل واحد ليه الاكسبيرينس والحاجات التفاصيل المختلفه. صح. فانا بالنسبه لي
دي برضو هتفيدك ان انت السكوب بتاعك هيوسع. تالت حاجه، انت بتاخد ميزه الاستوديو الكبير وفي نفس الوقت بتتجنب مساوئه. انت بتاخد ميزته اللي هو انت بتتعلم، بتاخد اكسبيرينس، بتتسوق وبتتجنب التوكسيستي، بتتجنب الضغط. ليه؟ لان انت مثلا السوبرفايزر بتاعك هو صاحب الاستوديو، هو في نفس الوقت اللي بيستلم منك وبيسلم، هو فاهم اكتر مما بيجي له ريبورت او بيجي له حد يكلمه او وان انت تاخد كلمه او كومنت او كريتيك من واحد لحد ما انتوا صحاب، غير لما تشوفه سوبرفايزر وبتاع وبيديك كلام في وشك على طول ما بيقولش اي حاجه. فدي مشكله عامه في العالم. فدي يعني انت بتحب السمول سكيل والميديوم سكيل لكن ما بتحبش اللارج سكيل. وفي ارتست كبار جدا بيعملوا كده. ده في ارتست كبار اصلا ما بيحبوش يروحوا المانجيريال رولز علشان الموضوع ده. يعني انا اخري سينيور، انا 12 سنه سينيور، مش عايز انا اطلع فوق. مش عايز اطلع. اصل وانس ان انت طلعت فوق السينيور انت شغل بايدك قل وشغل الاكسل كتر. فشكرا، انا بقيت اداري وانا مش عايز ابقى اداري. فلا مفيش الكلام ده. والاخيره بقى ان انت بتعمل كونكشنز. انت بتعمل كونكشنز لا حصر لها، والكونكشنز دي مش حاجه وحشه خالص، بالعكس دي اهم حاجه في بالظبط. مهمه زي تعليم الارت بالظبط. انت مش هتوصل لحته من غير كونكشن. مثلا ممكن حد يقول لك دي واسطه ومش واسطه والكلام ده، لا هي اكشلي انت مثلا في بوزيشن على البروجكت. يعني اقطعك في دي، قول. احنا كونكشنز عندنا بيزد على السكيل بتاعك. يعني انا مش هجيب عدي، انا عندي كونكشن كويس جدا بعدي، فهروح مثلا استوديو اشتغل، فاحنا عايزين عدي، دي فايده الكونكشن. لكن لو انت وحش او ما بتعرفش تشتغل او كونكشن مالهاش لازمه. بالظبط. يعني من غير السكيل بتاعتك في المجال بتاعنا ده بالذات مالهاش لازمه. محتاجه تفرق ما بين الريكومنديشن وما بين الواسطه. الريكومنديشن دي ان انا بريكومند حد على مسؤوليتي الشخصيه، فهو لو مش اهل ليها مش هيريكومند، انا وشكلي انا وهو هنبقى وحشين. بس دي البوينت. فالكونكشنز يعني مثلا في حد بيقول لك ايه yourself او your training could get you there but what got you there won't get you here. لازم كونكشنز بقى، لازم تظبيطات تانية. يعني مثلا بيقول لك connection could get you out to the moon. ده بجد. ايوه طبعا. فالكونكشنز لازم توسع سكوب. يعني مثلا انا اعرفك منين؟ انا يعني مجال يعني انت كنت في مجال 2 دي وكوميكس وانا كنت في 3 دي فاهم؟ فالسكوب بدا يوسع لغايه لما اتقابلنا في النص. صح. فدي اهم حاجه. فاهم؟ صح. معرفه الناس كنوز. ده حقيقي. ايوه ده انا مؤمن بيه جدا. يعني مثلا انا اعرف اكرم ولي. اكرم مثلا من اشطر الجرافيك ديزاينرز اللي موجودين على البسيطه، يعني مش في مصر بس. فبرضو اكرم ما كانش لسه في بدايه 3 دي والكلام ده، بس الفكره كلها ان انا عرفت اكرم. وانا عامه بابريشيت اي حد بيعرف يعمل ارت، بابريشيته جدا ايا كان الفورم. انا بحب كده برضه، فاهم؟ يعني مثلا انا احب اللي ابص على شغل اقول ايه ده، انا عمري ما اعرف اعمل كده. ايوه ايه ده. انا اي حد كده لما بشوف اي حد منبهر على طول. يعني مثلا انت واكرم والزيني وناس كتير قوي بيحسوني بيعرفوا. لا انا لما بتفرج على حاجه في اليوم ده عندي نفس المشكله بالظبط. وفي نفس الوقت بيديك الغيره الصحيه اللي هو الناس دي. ايوه انا بشتم. يعني انا سيكا بشتم وانا بتفرج يعني. لا عادي والله، انت عايز تشتم افتح ارت ستيشن. بشتم. لا ده لما ببقى متعصب بقى وعايز افش غلي في حد فبفتح ارت ستيشن اشتمهم من اولهم لاخرهم. والله يعني انا مثلا بفتح ارت ستيشن عامل زي الرابت هول كده، فاهم؟ بتخش كده انا بخش اتعقد واعيط واقفل. تفتح بروجكت أيوه. بتدرك قد ايه انت كلب ولا تسوى. اقسم بالله. ايوه. يعني انا بحب ادي الاكزامبل ده قوي. انا بحس نفسي مثلا، يعني الناس بتبقى شايفاني شاطر وبتاع الكلام ده، بس انا محتاج يفهموا ان احنا مثلا تخيل احنا في فصل كله جايب 0 من 10 وانا جايب 4. فاهم؟ انا بالنسبه لكم شاطر بس انا ساقط. بس في ناس جايبه بره هناك بيجيبوا 15 و20 عادي جدا بيسمعوا رجلهم. ايوه انا عندي كونسبت ده بالظبط. انت بتفتح كده البروجكتات، لا ويا اخي تلاقي واحد عامل بروجكت انت نفسك بتعرفش تعمله، تقول لك والله يا جماعه انا ستودنت وبحاول اتعلم، انا بجتهد والله والله معلش يعني سامحوني لو انا مقصر. لو تلموا لي فلوس كارت الشاشه ابقى شاكر جدا. عارف اللي هو عادي جدا يعني. ايه ما في ايه يعني انت كده لا انا عندي مشكله دي. بيقول لك ايه ده سكتش سريع حاجه كده اللي هو انا اصلا ممكن اقعد شهرين كده بسخن بس. انا دول بيتشتموا شتايم تانية، يعني دول ليهم ليفل في الشتايم، انا دول حاجه تانية. بص والله يعني مثلا بفتح ارت ستيشن هوم بيج
انا مثلا اكتر ناس بتعقدني اتنين، النحاتين والكاركتر ارتست. ماشي. كاركتر ارتست بقى 2 دي ككاركتر ديزاين او 3 دي خاصه الستايلايزد. انا عندي توفيق في الستايلايزد قوي بقى، وواحد اسمه صبري الطويل، رسام صديقنا. تعرف صبري الطويل وعارف توفيق. ليه ستايله كده، ليه ستايله. في واحد اسمه مينا بيعمل برضه ستايلايزد 3 دي. ما شفتوش مينا ده، ما مش عندي، ببعتهولي. ايه ده يعني فاهم. هو ليفل ناس بره. يعني مثلا انا مثلا سيد سردين او انشوجه. يا نهار اسود. كاركتر زي بتاع عبد الله معتصم بكرههم مثلا. واحد مثلا زي علي الزيني. مايا فداوي. برضه حسام مناصر. يعني انت مثلا خلي ما انت تفتح يعني تشوف شغل حسام مناصر وتكتشف ان هو بيرسم كتب اطفال. يعني ده ما ينفعش يرسم كتب اطفال، ده مثلا ممكن يتعمل له متحف في برلين. ايوه ماشي. ايوه يعني لا يعني انا عندي يعني بس هو كتب الاطفال دي عايزه عبقريه برضه. يعني انا برسم كتب اطفال، وبعد ما برسمها ما بقولش ان انا رسمتها. يعني ما ينفع، اصل دول موجودين، فاهم؟ مش هينفع. انا مثلا مراتي بتشتغل رسام كتب اطفال، فانا محتك قوي بالمجال ده. فمثلا انا بشوف كتب كتيره، في ناس مؤمنه او شايفه ان علشان تعمل حاجه حلوه في الارت لازم بقى ايه، حط لايت، حط شيد، حط مش عارف ايه كومبلكس. في حين مثلا انا هقول لك واحد عبقري اسمه اوليفر جيفرز. اوليفر جيفرز ده انت لو فتحت شغله دلوقتي هتلاقيه ان هو اصلا ستوري تيلر، ما بيعرفش يرسم. ماشي. وشغله كله او رسمه كله عباره عن almost sticky mans ولاين جاجد. بس ده كونسبت مستحيل يتفهم هنا. فاوليفر جيفرز مثلا عنده القصه العبقريه بتاعت ستاجد دي اللي هي بتتكلم عن ولد بيلعب بالكايت واتحشر في الشجره، فراح قلع الجزمه بتاعته حدفها، الجزمه اتحشرت. هي كمان منطقي. فراح جاب القطه اللي هتطلع هاتيها، اتحشرت. بعد كده بدا يجيب مثلا بوتاجاز، في الاخر جاب الفايرمان، بعد كده جاب سفينه. فانت في الاخر خالص انت شايف جت شويه هوا كده راح مطير الكايت. فالولد ماشي يا عيني وراح ينام وسايب خلق الله كلهم سفينه وصاروخ وناس فوق ودنيا تانية. مش مهم، بس انا جبت كايت بقى والسلام عليكم بقى، خد مصلحته. فالسمبلستي اللي هو less is more. ايوه لا ده كونسبت بعيد قوي عن هنا. بعيد فين. هنا مهتمين شويه بان هو يقول لك ايه، باين لي الماتيريال ان هي رصاص بجد وشمع بجد حاجات تقيله قوي. فكتب الاطفال بالذات بقى. يعني مثلا مايا فداوي. خطيره. مايا فداوي محدش يعرف يتكلم عن مايا فداوي. يعني مايا فداوي لسه منزله كتاب تبع بنجوين. انا عايز اتفرج بقى. يعني متابع صورها على الفيسبوك اللي بترسم صوره حقيقيه ومعاها الرسم، متعرفش تميز الحوار منين لفين. لا مثلا برضو من ضمن الاساتذه تونكو هاوس. تونكو، انت عارف تونكو هاوس اكيد. نعم. تونكو هاوس دول 2 كونسبت ارتست، دايس ومش فاكر اسمه الثاني، اسمه ايجن غريب شويه. كانوا شغالين في بيكسار كونسبت ارتست، وما عجبهمش الهيبوكراسي بتاعت الكوربوريشن. قال لك تمام، احنا هنعمل كالاتي، هنعمل مدرسه نعلم فيها ارت وهنعمل استوديو. ماشي. 2 عملوا سكوليزم، هم اللي عاملين سكوليزم، وعملوا بقى رسم. يعني عملوا مثلا فيلم اسمه ذا دام كيبر 18 دقيقه شورت على اليوتيوب. انت بتبص مثلا بتلاقي الواحد خلاص خلصنا بس طب فين يا معلم الشيدنج، فين مش عارف ايه، مش مهم، ملوش لازمه في الحدوته بالظبط. مثلا حد بيرسم برسبكتيف، يعني برسبكتيف بروكن يا جماعه، تمام، هي حلاوتها في البرسبكتيف. مثلا وهبه ده بالنسبه لي فاهم، هو بالنسبه لي بيرسم الكاميرا. ايوه بس هو كاميرا. هو كاميرا. الله اكبر على الكاميرا. ما شاء الله. بس تيجي مثلا تبص في كتب الاطفال تلاقي البرسبكتيف ضايع. ما دي حلاوتها. فاهم انت مش مهم القوانين. ايوه انت بترسم لطفل، فانت لازم، هو ما عندوش القوانين دي اصلا بالظبط. لازم تجو وايلد. فانا بحب كتب الاطفال قوي بسبب ان هي بتعلمني السمبلستي. انا لسه بحاول اتعلم بقى السمبلستي بان انا بعملها. يعني انا بتعلم باي دوينج، عارف اللي هو بعد ما اعك كده. انا في اول شغلي اشتغلت رياليستيك. انا شغلي رياليستيك وبتاع، وبعمل انفايرمنت رياليستيك وماتيريال رياليستيك وبتاع. من 1.5 سنة 2 قلت انا اشتغل ستايلايزد.
الستايلايزد مشكلته ان الرياليستيك بيريلاي هيفلي جدا 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 على التكنيكال سكيلز بتاعتك. تكنيكال تعرف تجيب الماتيريال صح والاضاءه صح ومش عارف ايه تكنيكال. الرياليستيك بقى غير كده خالص. الستايلايزد الستايلايزد بقى انت بتريلاي جدا على الارتستيك سايد. ده صعب. لازم الحاجه يبقى شكلها حلو. ماتيريال مش مهم، سيلويت مش مهم الحاجه شكلها حلو. فانا من ساعه ما دخلت الاستعراض ده مش عايز اخرج منه. انا بطلت ان انا بقيتش عايز اعمل حاجه رياليستيك. طب خلاص فقدت معناها. لا انا عايز اعمل حاجه شكلها حلو. مخك اتغير خلاص اصلا. I fell in love with stylized. بقيت في الليج اللي هو ايه، تفتح البورتفوليو بتاعه تتبسط كده في الوان بتاع. ايوه انا بحب الحاجات الكيوت دي. يعني انا مثلا فاكر ان انا كنت عامل راجل ماشي في سايق عربيه وبتاع وجنبه كلب وقطه. انا استمتعت جدا ان انا بعمل بروجكت ده. ايوه انا فاكر. ليه؟ حلو. ايوه بالظبط كده، حاجه حلوه للعين. ايوه بالظبط. ايوه ما هو الارت عباره عن كده. ايوه ما هو الارت يا اما تبسط بيه حد يا اما تتبسط بيه. ماشي. فانما لما اعمل مثلا بروب رياليستيك كده ماشي حلوه تستخدم في حاجه لكن ما هياش ارت في حد ذاتها. بالظبط. انا بالنسبه لي الرياليستيك مش ارت كبروب مثلا، مش ارت على قد ما يعني مثلا ممكن تعمل الليفل ده ممكن يكون رياليستيك بس ده ارت. لان انت عامل لايت حلو، عامل سينماتيك شوت، عامل كومبوزيشن للانفايرمنت حلو. ماشي موافق. انما بحس الرياليستيك الصراحه اقل ارتستيك بكتير جدا من الستايلايزد. مفيش متعه. ممكن تكون في متعه تكنيكاليتي علشان انا بني ادم نرد معقد بحبها. ماشي بس كارتستيك سايد لا مفيش. جرب مثلا تلعب لعبه زي كينيا مثلا. دي حته ستايلايزد حلوه. تلعب مثلا بوردرلاند. الحاجات دي الستايلايزد بتاعها حلو وجميل. ايوه بس ماشي. وقفنا فين برضه؟ وقفنا فين والله الكلام بياخد لا يعني اخر حاجه تشتغل في اندي ولا تشتغل في شركه كبيره؟ كان قبلها ايه بقى؟ كان قبلها انا اشتغلت فين؟ يعني انا خلصت مع فلير. وبعد فلير اشتغلت في انستنكت جيمز. ماشي. شركات بره دي هايبريد نص مصر ونص امريكي. ماشي. يعني هو في مصر اصلا شركات جيمز قليله قوي. يعني كان في رامبل. ماشي. بص السوق الجيمز في مصر بيتقسم نصين، نص موبايل ونص بي سي وكونسول. ماشي. الموبايل كتير نسبيا بالبي سي والكونسول. لان البي سي عايز اندستري و3 4 سنين بعد ما تطلع لعبه والكلام ده كله. فما فيش حد يقدر ومحدش عنده النولج والمنتاليتي لسه ان هو يثبت ماشي ينفست في الكلام ده. ماشي. فالموبايل مور بروفيتابل عامه انت في الوطن العربي الكلام ده. فالموبايل هتلاقيه بوبيليتد اكتر بكتير قوي عند الاستوديوز الجيمز. مثلا كان في رامبل وكان في كذا حاجه. فانا بالنسبه لي انستنكت من اكبر او ان لم يكن اكبر جيم استوديو في الوطن العربي. خاصه ان هم اشتغلوا مع مايكروسوفت في لعبه ارك. كانت من انجح العاب عملتها مايكروسوفت ايفر في تاريخها. هم كانوا كود ديفلوبر ليها. حلو. فبداوا من 11 شخص الاستوديو في 60 بني ادم دلوقتي. ممتاز. وبيشغلين ناس من بره وشغالين ناس من مصر. يعني التيم من مصر قليل وهم بيكي قوي بيكي قوي في الحته دي. ومثلا ممكن تبقى شغال والليد بتاعك مثلا من روسيا من يوكرين. فاهم قصدي ايه؟ مش بيبخلوا ان هم يجيبوا ناس من بره. ايه عقليتهم مختلفه. يعني مصطفى الاستوديو ديفلوبر الاستوديو دايركتور عقليه. هو كان كليتي سبحان الله كان كمبيوتر ساينس عين شمس برضو. وكان مشروع تخرجه كان عامل فيزيكس انجن ايبك نفسها اشتريته منه. انت ستودنت لسه متخرج ايبك اشتريت منك حاجه خلاص بقى ما حدش يكلمك ما تردش على حد ثاني خلاص. بالظبط. يعني مثلا مصطفى لما كنت بشتغل في انستنكت هو ديفلوبر قادر ان هو يليد تيم ديفلوبرز في نفس الوقت بيشتغل معانا ارت. اوكي فاهم اللي هو ايه. بس الفكره كلها واحد صاحب استوديو كبير ووصل له لحته كبيره ممكن يقول لي انت ايه رايك بقى في الارت ايه في الحته دي طب اعملها ازاي مش عارف ايه. فاهم المينتاليتي ان الواحد ايجر عايز يتعلم ولسه عايز يتعلم بنهم ويستفيد من اللي حواليه. فانت مبسوط انت شغال معاه اصلا. انا يعني انا كنت مبسوط جدا في انستنكت جدا. سبتها لان كان في بقى عايز اوصل بقى. يعني هما كانت مشكلتي زي ما قلت لك انا كنت عايز ابعد عن رياليستيك. كنا شغالين في لعبه كانت عايز اروح ستايلايزد بقى.
هو الصراحه كان متفهم ده جدا، ولازلنا على تواصل، فاهم، ممكن اساله ممكن في اي وقت يعني. اشتغلت في استوديو في امريكا كان اسمه فلاتر ذان ايرث، كان بيعمل لعبه بلاتفورمر، يعني البلاتفورم اللي انت بتقعد تنط ماريو، زي ماريو كده وليمبو. ماشي. فكانت ستايلايزد، كانت عبقريه، كان اسمها وانس ابون بابت. بس نتيجه شويه حاجات بقى كده حسيت ان انا حياتي مش ماشيه في دايركشن صح، او ان انا ما وصلتش للي انا عايزه. قلت خلاص انا هوقف شغل واخد الريسك ان انا اوقف شغل واقعد 6 شهور اشتغل على نفسي. ماشي. من امتع 6 شهور في حياتي. لا والله العظيم. ماشي. كنت بتعمل ايه بقى في 6 شهور دول؟ في 6 شهور دي انا كنت بصحى الصبح افتح بلندر او افتح اي حاجه، اقعد على البي سي اشوف انا هعمل ايه النهارده. حر. ماشي. في الفتره دي عملت كميه حاجات خدت بيها فيتشرز وتعرفت عليه. خدت فيها فيتشرز مش 6 شهور اكشلي، هما 8 أو 9 شهور. ماشي. اول سنه يا سيدي ريحت سنه، فصلت بالظبط. خدت فيها كميه فيتشرز وطلعت بيها برودكتس. يعني مثلا بسببها عملت انترفيو مع ادوبي، عملت انترفيو وارتكلز مع اي تي ليفل. ارت ستيشن جت مي فيتشرز بتاع 4 5 6 8 10 مرات، فاهم. طبعا عارفها. الفولورز اهتميت بارت ستيشن، الفولورز جامد من 2000 ل 5000. ممتاز على ارت ستيشن. اصلا ممتاز. انا حطيت كل شغلي على ارت ستيشن، جالي لايك واحده بس. بص انا بالنسبه لي لا يعني ده انا بكره ارت ستيشن. بص انا كنت في سام بوينت كنت مثلا بحط الحاجه على الارت ستيشن صوت صرصور العقل كلب. ما انا في هذه المرحله حاليا. واحده واحده بقى الاقي مثلا ليد في سوني بيعمل لي لايك، سينيور في اي ال ام بيعمل لي كومنت، شيدنج ليد في بيكسار بيعمل لي كومنت، تكنيكال ارتست في واحد من اكبر الاستوديوز نوتي دوج يخش يكلمني يقول لي انت شغلك كويس. فاهم. انا طلعت 10 جنيه انا شغلني يا معلم خلاص. تمام. فاهم قصدي ايه؟ فانت في السنه دي فعلا حصل لي ايفولف، ان هو انا قعدت كده فكيت دماغي، فاهم. انا كنت محوش حبه فلوس صرفتهم الحمد لله كلهم، الحمد لله، نعمل غيرهم نو ريجريت. بس انبسطت بالظبط. حلو جدا حلو جدا. وانا يعني اصل اقول لك على حاجه، انا كنت واقف في حته الشغل اللي معايا مش هيطلعني، وفي نفس الوقت ما كانش عندي وقت ان انا اشتغل علشان اطلع للنكست ليفل. فانا بالنسبه لي دايما ما كنتش عارف تعمل السايد بروجكت مع الشغل. بالظبط. ما كانتش جايبه معاك. انت بتقعد تشتغل 8 ساعات فول تايم فبتفصل بعد شويه بتبقى شايف انا عايز اقفل الكمبيوتر وادب وشي في المخده ومحدش يكلمني في الشغل، او اكشلي بلعب. انا بحب العب قوي. ماشي. او بتبوظ يعني زي انا بخلص لعبه ببوظ عينيا في الشغل وبوظ عينيا في اللعبه وبوظ عينيا في الشغل وهكذا وهكذا وهكذا. صح. ففعلا ما كنتش عارف اواكب الاثنين دول. انا بالنسبه لي البيرسونال اهم من الشغل ده حقيقي، لان البيرسونال هو اللي هيجيب لي شغل تاني، وفي نفس الوقت مستواي يتطور. فمستواي لما يتطور هوصل لليفل اعلى من اللي انا كنت فيه حتى لو شغل. ماشي. وده اللي حصل. في الحته دي الناس كلها بتسال انا ازاي ابقى جامد، ازاي ابقى كويس، ازاي اذاكر. كونستنس. بتاخد كورسات؟ ماشي. بره ولا جوه؟ بره. لا دايما بره. انا اي حد بيجي يقول لي انا اخد معاك كورسات اقول له لا خد بره ارخص واحسن. دايما الكورسات بتبقى حاجات زي سكيل شير كده تقعد تلقط فيها. بص انا في مجالنا انسان سكيل شير. ارت ستيشن وجمرود. اوكي ماشي. يعني اقول لك الحاجات دي بحط لنا شويه لينكات حلوه كده. والله دي تفرق قوي مع الناس. بوست طويل عريض مفصل فيه ارت ستيشن قبل ما يبقى ليرنينج. كان ارت ستيشن ليرنينج كان ساعتها فور فري لمده سنه قبل ما يبقى فري فور ايفر. انا عرفتك قوي من البوست ده. فلا ارت ستيشن ليرنينج فيه كميه معلومات واللي بيديهم لك عتاوله من عتاوله الارت، مع عتاوله من عتاوله الاندستري. فاهم. فلا مثلا انا ممكن ادفع فلوس في كورس مثلا هاخد نوليدج. يعني انت ممكن تدفع كورس في كام مثلا في مصر مش اقل من 3-4,000 جنيه. انت ممكن ب 250 جنيه تجيب كورس احسن من احسن كورس هنا في مصر. بجد والله العظيم. انا فاكر ان انا كنت عايز انا بحب سبستنس ديزاينر جدا. انا برضو بعزه. يعني انا بحب الون اصلا. يعني انا بحب الون التكتشرز، فدي حاجه ظريفه. سبستنس ديزاينر معقد غبي. هو غبي. هو برنامج غبي. هو طبيعته كده. فانا بحب اتعلم الحاجات الصعبه. فانا فاكر ان كان في توتوريال كان عامله واحد اسمه أليكس ده من احسن 5 ارتست سبستنس ديزاينر على الكوكب،
واوريدي مانجر في ارت ستيشن. اوكي. والكورس كان $5 والله العظيم، اقل من 100 جنيه. فانا ليه صحيح ايه صحيح اللي خليني اخد كورس هنا؟ انا مثلا والله انا عايزك تتخانق معايا دلوقتي، بس انا لما يجي حد يقول لي انا عايز اخد كورس معاك، اجي لك انا عايزك، اقول له لا، في كورسات احسن خدها. فيقول لي والله انا مشكلتي ما اعرفش اشتغل مع نفسي. هنا ساعتها اقول لك تمام، انت محتاج منتور، محتاج حد. في 3 انواع من الناس بتتعلم. في اللي ممكن يتعلم مع نفسه، في اللي ممكن يتعلم مع نفسه بس محتاج حد يزقه يتحط عليه الطريق، في الشخص اللي صعب يتعلم مع نفسه لان هو بيجد ديستراكتد ايزلي. انا دي كانت نقطه نقاش مع اسلام ابو شادي جدا. يقول لي انا كنت قعدت اشتغل واقعد وكنت بعيد 13 مره الفيديو لحد ما افهم، وما عنديش انجليزي ولا لا لا. فانا بقول له لا، في ناس لازم انت تديهم المعلومه بالمعلقه وتقعدهم جنبك كده لحد ما يفهموا، بس هيبقوا شاطرين. فلازم نوفر لهم ده بالظبط. فانت فاصل يعني ايه، هو بني ادم، كل بني ادم ومختلف وليه طبعا. ايوه انت ممكن تفهم الجمله من اول مره في يعني مثلا انا لما بتفرج على توتوريال، تتخيل انا بتفرج على التوتوريال كم مره؟ الواحد 4 مرات. مره افهم هو بتفرج على التوتوريال من اوله لاخره كله، لو هو 10 12 فيديو مره. بعد كده امسك كل فيديو اشوف هو بيعمل ايه والتكنيكات اللي انا مش عارفها. مره الثالثه اطبق وراه. مره الرابعه لو في حاجه سقطت مني ارجع. ماشي فاهم. انا عشان افهم بس. في حد ممكن يستوعب التوتوريال ده من اول وهو قاعد هو قاعد بيطبقه. انا ساعات بعمل كده. يعني انا اصلا قلت اتعلم بلندر ازاي. انا بشغل التوتوريال، اعمل الحاجه وبس. مش هزود على نفسي اي مجهود اكتر من كده. مش هكرييتيف، لان انا قعدت كرييتيف مش هعمل حاجه. وفعلا لما قلت انا هعمل حاجات من دماغي بطلت، يعني مش هكمل. ما دي بقى كل واحد بقى بالظبط. يعني مثلا لو كانت شخصيه كده لغايه لما تتعود بقى، لغايه لما الموضوع ده يبقى لايف ستايل وخلاص. انت لازم تطلع تقعد تشتغل ريتم بقى، في ريتم تظبط، ريتم وباترن وروتين لازم تشتغل عليه. بس لحد ما ده يحصل ما قدامكش اوبشن غير تشوف انت بتتعلم ازاي وتحاول تساعد نفسك في الحته دي. فانا بالنسبه لي مثلا انا مشكلتي ان كونسبت في مثل بيقول لك ايه، those who can't do teach. ماشي. اللي ما بيعرفش يوصل بيعلم. ماشي. انا مقتنع بدي. بشوفها كتير. المشكله كلها ان هنا في مصر ممكن تلاقي كميه ناس في البطيخ والله العظيم. بص انا بحب اتخانق مع الناس دي قوي والله، علشان انا بكره. انا كنت في سام بوينت مثلا. يعني اقول لك على قصه غريبه شويه. انا بدي كورس في نايزك انفايرمنت ارت. ماشي. تمام. انا في 2015 كان نفسي اخد الكورس ده. في 15 ولا هقول لك بالظبط، في 2016 قبل ما اشتغل. ماشي. كان نفسي اخد الكورس ده بس ما كانش معايا فلوس. ماشي. تمام. حمدت ربنا الحمد لله وكل حاجه. قلت خلاص هنزل اشتغل. اشتغلت حاجات غريبه، فاهم، في ورشه وبتاع ازاز، اي حاجه تجيب الفلوس. وبدات اتعلم في بلندر. كان ساعتها اتعلمت بلندر وبتاع. هوبا جالي حوار اكسير ده بقى معايا فلوس. هوبا الكورس وقف. ماشي. وقف 2 سنين. فمش عارف. ففي السنتين دول كان الفلوس خلصت. بعد كده الكورس اتعمل تاني. قلت خلاص يا جماعه انا محتاج ان شاء الله ايه هلم وراه. فكنتش لسه اشتغلت ساعتها في بنش مارك، او كنت اشتغلت في بنش مارك. كنت اشتغلت في بنش مارك بس كان ساعتها الجيش. انا عايز اقول لك ان انا كنت في وقت ما والله كان التقديم في اول مره كان التقديم كمان يومين او هيخلص كمان يومين. والله انا فاكر ان انا كنت قاعد على الكمبيوتر بعيط عشان كان ناقصني بحوالي 300 جنيه والله العظيم. تعدي السنين والكورس يقف تاني وسبحان الله انا اللي ادي الكورس اللي بعديه. ارزاق. هي متقسمه مالكش يد فيها خالص. يعني انا مثلا انا فعلا قعدت فتره عايز اخد الكورس ده. فالموضوع انتهى المطاف من ان انا كنت نفسي اخده لان انا اللي بديه. ازاي حصل وازاي وصلت من هنا لهنا مش عارف. هي بتبقى بس هي بتبقى ستيدي بروجرس. انا كل يوم باخد خطوه. كل يوم باخد خطوه في الثانيه لمده سنه سنتين 3 تلاقيك مشيت كيلو 2 كيلو 3 كيلو عديت بلد. طبعا صح. فستيدي بروجرس هاو ماتش او هاو سمول البروجرس ده هو اسمه مش مهم. هو اسمه بروجرس. انت لو قليل دائم بالظبط. انت لو جبت بسين وحطيت كل يوم نقطه هتسام بوينت هتملي الا لو ما في عامل بحر. ماشي ثانيه يكون النسبيه هنقط عسل يا سيدي مش لازم ميه. تصدق كوبايه العسل ماشي. فهو هاو ماتش
السمول بروجرس ده هو في الاول والاخر بروجرس وهيوصلك. صح اللي هو ده منطقي جدا. انا متاكد جدا اللي هو ايه دوام السعي ليه حتميه الوصول. ملهاش اوبشن تاني. اصل انت رايح بس كده. هي مثلا هي بس انت هتروح في المره الكام، يعني انت مكتوب لك انت تروح في المره ال 1200 مش مشكله، غيرك مكتوب انه يروح في المره ال 300 مش مشكله صح فاهم. بس انت لو ما وصلتش لل 1199 مش هتوصل ل 1200. فانت لازم تفضل مكمل زي ما انت. بس كده. حلو. فانا مؤمن بالحته دي جدا. فحته الكورسات في مصر تلاقي واحد، يعني انا بحب اتخانق معاهم وفي ناس بحب اجرح فيهم قوي، يعني مثلا والله زي مثلا يلا بعيد عن ذكر اسماء، بس هم فعلا ما بيبقوش فاهمين. والمشكله كلها انت دلوقتي مش فاهم 3 دي، لسه ما تعرفش حاجه، فانت مش عارف ايه اللي المفروض تتعلمه ولا ما تتعلموش. ماشي. فاهم في كونسبت محامي الشيطان هقوله دلوقتي بس مش كمل. اهم فتره البيز بتاعك دي اللي بتتبني عليها كل حاجه. فلو حصل فيها اي مشكله او انت اتعلمت غلط او اتطبعت او خدت باد هابت انت لبست في حيطه. ماشي. تاني حاجه في مصر بيحبوا البريزنج على الفاضي وعلى المليان، ودي مشكله عند ناس كتير قوي. انت مثلا مختار عمل ارت ورهاني، انا هدي له كريتيك مش هقول له لا ده مش عارف ايه، وفي ناس تقول لك ايه الحلاوه دي يا مختار، انت تعلمني. ماشي. انا بني ادم سبجكتيف جدا، هقول لك والله يا مختار هي فيها 1 2 3 4 5 6 7. لو انا ما عملتش معاك كده اللي يحصل كالاتي، انت هتختار في نفسك. تاني حاجه الكواليتي بار بتاعك هيقل قوي. انك حاسس انك وصلت، هتبقى شايف ان انت تمام. يعني انت مثلا اصلا انت لسه في الاول، فاهم قصدي؟ فالبار الكواليتي بار بتاعك هيبقى هنا اهو، بدل ما يبقى فوق هو هيبقى هنا. فانت اي حاجه زفت انت تمام معاها. فده هيأثر عليك، ماشي حالك بيها وهيأثر على عينيك. هتبقى عينيك متعوده على الحاجات اللي مش حلوه وشايفاها تمام، ودي مصيبه. ثالث حاجه ان انت هيبقى صعب ان انت تتعلم، لان الواحد اللي واخد قلم في نفسه وشايف ان هو فاهم حاجه مش عايز يتعلم اصلا. في حاجه اسمها دونكريج افكت بيقول لك ايه ده ساينتفك وبروفن ان انت في بدايه اي فيلد انت لسه فيه ثقتك بنفسك بتبقى برنس. وانت ليه شجاعه الجهل؟ انا بسميها شجاعه الجهل بالظبط. بعد كده كل ما تبدا تتعلم تكتشف تنزل على اسنانك لغايه لما توصل تمام يا جماعه انا خلاص حمار يا جماعه، اتعلم بالراحه بقى. بالظبط لغايه لما توصل. صح. انت عمرك ما هتوصل للبوينت دي تاني ابدا. ايوه ان انت وصلت فيها. بس بعد فتره حد يقول لك تعرف تعمل كذا، مش هتقول انا جامد، تقول له والله على حسب خبرتي ما اعرف نعملها، بس ممكن تبقى في مشكله مثلا، فاهم؟ تبقى واقف على الارض، تبقى عارف ابعادك. تبقى عارف ابعادك وعارف ابعاد المجال بتاعك. مش تبقى فاكر مش تبقى في بحر ولا محيط، تبقى فاكر انت في بانيو. يعني يا جماعه انا ممكن امد رجلي اعدي المانش، هظبطها لكم. وياما كتير أو انا بص ما فيش حد مش هيعدي من الفيس دي. ايوه صح، كلنا عدينا. بس لازم تبقى واعي وانت بتعديها، يعني عندك شويه وعي بنفسك كده. صح، تبقى واعي ان انت دخلت المرحله دي، تبدا ايه تقول لا يا جماعه انا حمار. ماشي. كونسبت انت انا حمار دي وصلت لها اول ما تميت 30 سنه. انا وصلت لها بدري شويه. ماشي. انت ممكن عشان يعني انت ممكن تبقى ايه يعني فرصك احسن يعني. انا اول ما وصلت 30 كده اكتشفت ان انا حمار تماما في اغلب المجالات اللي ممكن تتخيلها في حياتك. هو كده هي المشكله كلها ان لسه في الستيج دي. ماشي. لا ما انت فاكر ان هي هتتغير؟ هي مش هتتغير. ايوه فاهم اللي هو ايه، انت هتدرك انك انا ادركت ان انا حمار تمام يا جماعه، بس ماشي بقى خلاص. بس خلاص انت اهلا وسهلا يا سيدي، اهلا. انت ادركت انت حمار تمام، برافو عليك. لسه عارف انك حمار انت كمان. طب تعالى معانا. بس هي كده. لكن انا ما بلاقيش حد فوق الحمار. احنا كلنا كده على الله، كله بيتعلم هو في السكه. ايوه انا كلنا ده جدا والله. ايوه صح. بس يعني عايز تدرك انت حمار قد ايه، خش على الارت ستيشن، خش على ديفيانت ارت. هتدرك ان انت اقل من كلب. ادركت كلنا. كلب حشره ولا تسوى. ايوه صح. فاهم؟ في سوق العبيد والله النهار اسود. بص انا مثلا ممكن ابقى جيكي شويه، انا مثلا ممكن انسى حد انا قابلته بس ما انساش بروجكت على الارت ستيشن. مثلا انا ممكن ابقى عارف، ما اعرفكش شخصيا بس عارف شغلك. انا بعرف الناس من شغلها. انا كده وريني بورتفايل عارف انت مين. ايوه. ففي كميه لينكات انا مسيفها فوق ال 1200 بروجكت اللي انا ناوي ارجع لهم اشوف هم بيعملوا ايه، وبترجع لحاجه بذمتك.
انا عمري ما برجع. لا انا احسن واحد يسيف يعني. لا انا بسم الله الرحمن الرحيم، سيف وخلاص. بسيف علشان نرجع مثلا، ممكن يعني انا مقسمهم كاتيجوري توتوريالز، مثلا في حد شارح حاجه، في كاتيجوريز البروجكت اللي نفسي اعملها، من ضمن ال1000 وحاجه ممكن اكون عملت 10 12. ماشي ماشي. لا انا عشان عارف نفسي، عارف ان انا برجعش لللينكات، فانا من كل الناس الجامدين بختار 2 بس اسيف شغلهم اللي انا عايز اوصل له وبس، ما ببعدش عن كده. دي تريكايه او تكنيك انا بستخدمه. انا مثلا عايز اشتغل في حته معينه او عايز اشتغل مع الشخص الفلاني، بمسك البورتفوليو بتاعه مفروم، هو واحد بس، بحطه قدامي وابدا بص اطلع اللي بيطلعه، اقعد بقى بيوز. ده اللي قعدت اعمله في فتره. انا حاليا دلوقتي نفسي اشتغل في بليزرد، انا عاشق لحاجه اسمها اوفر واتش. ماشي. لا انت عارف بقى انا عايز اشتغل فين؟ انا وانا صغير كنت مدمن لعبه اسمها ديجيمون وورلد 2. ديجيموندو ماشي. فانا اصلا البروجكت في نفوخي، يعني انا في نفوخ انا عايز اعمل ديجيمون وورلد 2 من اول وجديد، بس اغير لها بس الارت بتاعها واخليها حاجه كولرفول كده، تبقى ظريفه، واعمل انا الاستجات زي بوكيمون كده. هي نفس هم كلهم هم نفس اللعبه يعتبر، بس انا ديجيمون عشان وانا صغير اكتشفتها وخدت مني انا وقرايبي واصحابي وشله الشارع عمر بنلعبها. فانا عايز اريميك او اشتغل في برو ايفولوشن، بس مش هشتغل اللي هي بتاعت الكوره، بس مش عايز اشتغل ان انا اعمل استاد واعمل مش عارف ايه وبتاع. انا عايز اشتغل في الاكسبيرينس، ازاي لعبه تتلعب، يعني ازاي لعبه تنجح. دي من اصعب الحاجات. فده اللي انا شايف ازاي. انا عملت بروجكت اصلا على بيهنس، حطيت قلت يمكن يشوفوه ويسمعوا كلامي، بس هم ليهم كونسبت في نفوخهم مختلف. ماتت تمام. فهم دول اللي انا نفسي اشتغل فيهم، بس مش عارف حتى اعمل ايه. انت عارف اصلا الاصعب ان انا مش عارف ازاي اذاكر بلندر فور جيمز، او انا تايه في المنطقه دي. طيب اقول لك على حاجه، انت مثلا مختار عايز يعمل ايه؟ عايز يشتغل مع اصل الجيمز ليها 100 سيكشن. في جيم ديزاين اللي هو اللي انت لسه قايله ان هي اللعبه تتلعب ازاي. في مثلا جيم ارت، اللعبه هيبقى شكلها ايه. في جيم ديفلوبمنت ان الديفلوبمنت ان الحاجه اللي انتوا عايزينها تتعمل احنا نعملها فعلا. لا انا بعيد عن الديفلوبمنت، ما بحبش الديفلوبمنت. في مثلا الستوري تيلينج بتاعت الجيمز، ده جزء من الجيم ديزاين. ماشي. والجيم بلاي برضو جزء من الجيم ديزاين. فانت مثلا يعني انا مثلا الجيم ديزاينر بيقول لك بيحط كيوبس مثلا كليفل، بيحط كيوبس يقول لك البلاير هيجي من هنا لهنا، في حاجه تبلوكه هنا، مش عارف ايه. ما بيعملش ارت، ما بيعملش اي حاجه، بس بيستوري تيل. ايوه ماشي. انا ممكن اعرف اعمل ده كويس، انا بكتب قصص اصلا من زمان واعرف اعمل يعني مش صعب. في هقول لك حاجه غريبه شويه، بس هي فاهم، انا عايز اجرب في حاجه سكيلها صغير قوي 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 عشان ابقى اجرب نفسي. انا هديك الصدمه. عارف ماريو كارت وماريو بروز والكلام ده؟ ماشي. الجيم ديزاينر بتاعها عمل قناه على اليوتيوب من يومين بالظبط او 3 ايام بالظبط. ماشي. بيعلم جيم ديزاين برنس. فاقل من 3 ايام بقى عنده 250 مليون او 300 مليون. طبعا بيعمل ماريو يعني. ده الراجل اللي مربينا يعني، مش ده راجل مربينا يا جماعه. فاهم. هو بيعلم جيم ديزاين في 5 دقايق، بينزل لغايه دلوقتي 5 فيديوهات، كل فيديو 5 دقايق يعلمك كونسبت الجيم ديزاين. ماشي بالظبط. دي حاجه. هي ستيشن عليها كميه حاجات للجيم ديزاين. ماشي. ابدا شوف مثلا الجيم ديزاينرز على الارت ستيشن وابعت لهم. اقول لهم يا جماعه ايه اللي ممكن يجايدني. انا كده ممكن اكون من الناس اللي بتتكسف او تتحرج عامه، بس مش في المكان ده، مش في مجال ال 3 دي او مش في الشغل عامه وفي الارت. انا بحب اتعلم. فهتلاقيني بعت لناس كتير قوي قوي قوي. لو بعت ل 100 شخص على الاقل 2 3 هيردوا عليك، وانت مش عايز غير ال 2 3 دول يردوا عليك. هم هيقولوا لك المعلومه اللي هيقولها هم من نفسهم. المفروض توصل تروح لفين، تروح لمين يعلمك. فاهم قصدي ايه؟ يعني انا فاكر من كنت ما كنت عايز اشتغل في بليزرد وحابب، انا جبت التيم بتاع بليزرد تشتغل اوفر واتش وبعتهم كلهم. واللي رد عليا مين؟ الليد، اكبر واحد فيهم والله. فاهم. خدته على الديسكورد، انا لغايه دلوقتي او عندي على الديسكورد بوري له شغلي وبتاع. خلاص بقينا لحد ما فاميليار يعني. ماشي. فهي انت مش عايز غير شخص واحد ممكن يعمل الفرق تمام في حياتك. صح. فريتش اوت. انت مش هتعرف حاجه، مش خسران حاجه، خاصة ان الموضوع حتة ان انت تبقى على النت والكلام ده هيقلل من احساس الاحراج والكلام ده كتير قوي. انت بترمي الكلام وجيجي ما جاش وتنسى ارمي الكلام وانسى. فكرة حلوة والله. بس فريتش اوت، ريتش اوت للناس اللي انت نفسك تبقى زيهم. اجرب دي. انت مش خسران حاجة، بس كسبان كتير. لو كسبت خلاص. انت لو شغلانة واحدة انت غيرت الكارير وخلاص. انا بحب الستايلايز ده قوي. عايز اقول لك ان انا بعت للليد انفايرمنت ارتست في ريوت اللي شغال على ليج اوف ليجندز. ماشي.
قلت له والله يا كابتن انا عايز اتعلم، انا عايز من ده. مم. راجل شغال بقاله فوق 16 17 سنه، فهو قامه، فاهم؟ طبعا تنين التانيين بيطيروا فوق عنده فيلا في ال 3 دي جوه. وال2 دي حضرتك هو ما بيعملش 3 دي، هو بيعمل جيومتري ويرسم كل حاجه على 2 دي بايده. هو 2 دي، لا والله هو 2 دي قبل ما يبقى 3 دي. ماشي، فاهم قصدي؟ يعني هو لو 3 دي 10 فهو 2 دي 100. اوه بدون مبالغه. ماشي. فلقيته رد عليا رد قد كده اهو، بلينكات وريسورسز ومش عارف والله ايه، العظيم. تك تك وتتعلم من ده وتتعلم من ده، اقول لك على حاجه، في الكورس ده مهم لازم تاخده وبتاع، وخدته. ماشي. بس الراجل حطني، عمل لي رود ماب لمده سنه ونص قدام. ايوه، فكره الرود ماب دي في حد ذاتها مش موجوده هنا. فاهم؟ رود ماب انت مش محتاج غير رود ماب يا ابن الذين. ده شغل. مش هتخسر. صح. انا بقول لك اهو، انا الراجل يعني انا شغال اهو على بروجكت اللي انا من وجهه نظري هيوديني بليزرد مثلا. فانا بتابع مع الراجل ده وهو حاطط لي رود ماب للبروجكت، وحاطته لي سنه ونص عشان اخلصه. هي ممكن تكون حاجه مش رياليستيك، ولكن كل مدى ما بتقدم فيه وبحط حاجه بكتشف انك يا دوب ده بجد. فمحتاج علشان تتعلم ما تقعدش تستنى كده، طب نفسي اعمل مش عارف ايه. كلم الناس. ماشي. انا عمري ما كنت ببعد دي خالص، والله ولا انا. ولا انا بس عن فاهم حته النت كده، وانت انونيمسلي او هو ما يعرفكش ومش عارف ايه، مش مشكله بالظبط. ما ردش عليك، انت ما خسرتش حاجه ولا ينقص منك شيء. صح. طيب انا يوم ما بدات 3 دي او قبل ما ابدا 3 دي انا بعت لكميه ناس في مصر، ولا اقول لهم يا جماعه انا عايز اتعلم 3 دي، طب حد يعلم، طب يقول لي اعمل ايه ومش عارف ايه. مفيش حد رد عليا، ولا رد عليا يقول لي انا عايز فلوس والكلام ده. يا معلم انا مش عارف اخد، يعني مش عارف اخد الكورس ب 300 جنيه، انتوا بتهروا في ايه؟ فمن ساعتها والله حلفت بالله ان اي حد يجي يسالني هتلاقيني برد عليه. يعني انت مثلا انا فاكر ان ما كانش في بيننا سابق معرفه قوي ودخلت سالتني وبتاع، هتلاقيني يعني مثلا انا بقول له اي حد عايز يسالني في اي حاجه يبعت لي. هتلاقيني والله برد عليه ايوه صح. اصل هو لازم كده. اصل انت ما اتولدتش عارف اللي انت عارفه، هو ربنا وقف لك ناس علمتك. صح. فزق الدنيا شويه. بالظبط. انا بتفهم برضه لما بيردوش شويه عشان مشاغلهم وظروف الشغل، يعني هي الدنيا اصعب بكتير من ماشي بس يعني بخصص لنا يوم كده يا سيدي يرد علينا مثلا يوم واحد بس في يعني الشهر، مثلا من ضمن الناس الكويسه اللي ممكن حد يسالها في 3 دي كريم ابو شوشه. كريم ابو شوشه مثلا الله اكبر، هو لايت ارتست في يوبيسوفت. ماشي. ما شاء الله. بص كريم ما فيش حد هيساله مش هيرد عليه. يعني كريم هو في كندا دلوقتي، فهو بيروح اخر كل يوم او يومين 3 يروح عامل نص ساعه كده، يروح ردد على الناس كلها. لدرجه ان كريم في مره عمل ورش لناس فور فري علشان يعلمهم. طبعا انا شايف ان الاندستري بتتطور بناس زي دي، واحد زي احمد وفدي، واحد زي كريم ابو شوشه، واحد زي ابو علاء عبد الواحد. حط لنا لينكات الناس دي كلها برضه. مثلا الناس ممكن ما تبقاش عارفه الناس الثلاثه دول مثلا 2 في يوبي سوفت وواحد شغال تبع بايجي، فاهم؟ الاثنين ما شاء الله، الثلاثه ما شاء الله بره، فاهم؟ وصلوا. ماشي. فانا بحس، طب والله انا بحس الناس اللي بتوصل هي اللي فعلا تعبت وطلع عينيها واتسحولت، فما بقاش هين عليها ان الناس التانية يحصل لها كده. صح. فبتحاول في حين ان انا بس عارف ان في ناس بيحس ان اللي بيوصل بسهوله ده ما يستحقش ان هو يوصل. دي نوعيه ناس انا قابلتها في اوقات كتير بيقولوا ما فيش حد انت ما تعبتش زيي. طب ما تعب زيك ليه؟ ما فيش حد هيوصل بسهوله. ما هو ماشي، بس انت في ايدك تسهل يا معلم، انت في ايدك تسهل. طب ما تسهل. هقول لك على حاجه. يعني مثلا في ناس تقول لك ايه، ده عشان ابوه وامه معاه فلوس فسفروه يدرس بره. مش شرط. ماشي. هل انت شفت البلاوي والمصاعب اللي هو شافها؟ مثلا هو قعد سنتين 4 سنين في غربه عن ابوه وامه. ماشي. ايوه ماشي، كل واحد ليه ظروفه. دي قصه دي قصه ثانيه. فحته ان السهوله والصعوبه نسبيه. ممكن السهل بالنسبه لك يبقى صعب ليك والعكس. صح. فما تحسبهاش ان هو، انا بالنسبه لي في الارت بالذات ما تقارنش نفسك بحد، تقارن نفسك بنفسك. ماشي. في حته البروجرس، يعني مثلا ما قلتش ده فلان وصل قبليه، ما قلتش ده فلان خد فيتشر ولا ما خدش فيتشر. لا طالما انت اتطورت عن نفسك. لا كان حسبنا. اقول لك على حاجه في الفيتشر بالذات، هي بتبقى
مقفله. يعني انا وبعدين فاكر ان بتفرط. انا كل مره اقول ايه، ناخد فيتشر المره دي، مفيش كلب يعبر، كل مره اخد فيتشر المره دي. اكتشفت ان سرها ان انت ما تحطش في دماغك وتشتغل لنفسك. لما تشتغل لنفسك هتعمل تطلع حاجه احلى بكتير. الفيتشر اللي خدته بيرسونال بروجكت بس مم. انا فاكر ان اول فيتشر اخده وهو مش عاجبني يعني. في حاجات يعني انا مثلا 8 رسمات انا عاجبني 2. انت عشان اشتغلت بمزاج، ماشي. فاهم؟ انا اول فيتشر اخده فتحت. طبعا اصل هو الفيتشر نفسه بيحط عليك سبوت لايت في الويب سايت بتاعك، بالظبط. فهي ده اتنشن كويس يعني انا جدا. فاكر ان انا اول فيتشر اخده كان على بلندر اوفيشال ويب سايت. انا بعتقد انا فاكره ده. لا ده كان من 2016 اصل انا فاكر انت كده كذا فيتشر من بلندر فوق ال 14 مره. ماشي، يبقى ده واحد منهم يعني. ماشي. فاهم؟ فانا فاكر ان اول مره بعد كده تك 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 تك. فاكر ان انا مثلا يعني احنا في مجال 3 دي انت عندك هم ناس اللي عليهم العين. عندك سي جي سوسايتي، سي جي ريفوليوشن، 80 ليفل، وجيم ارتست، وعندك 3 دي توتال. 5 وارت ستيشن طبعا. دول اللي بيمثلوا السبوتس او الفيتشرز اللي في المجال الاندستري. فانا فاكر ان انا كنت بفرق ان انا جيت فيتشر ده في 80 ليفل، بفرق. مفيش كلب راضي تمام على نفسك. المهم اشتغلت ومش عارف ايه، اتعمل لي فيتشر في التاني في التالت، كتبت ارتكل 2 3 فاهم. والله بقيت زبون. بقول لك ايه البروجكت ده عجبنا خد. فاكر ان كان في جيم ارتست كان نفسي يعملوا لي فيتشر وبتاع. والله بعديها بسنه بعتوا لي 3 مرات وانا كسلت اعمل الارتكل لغايه في اخر مره يعني فاهم. حسيت على دمي خلاص احنا بنقدرك يا معلم بلاش كده. فوالله رحت اعمل الارتكل. اتفاجئت في ميزه بقى المجال بتاعنا ان انت ممكن تنام وتصحى تلاقي حد غريب باعت لك. انا فاكر ان ادوبي بعتت لي اعمل معاها انترفيو. انا بكره ادوبي بس ماشي. ما علينا يعني. بس هم مش ادوبي، هي كانت بص سبستنس ديزاينر كانت شركه اسمها الجوريثميك لوحدها من فرنسا. ادوبي اشترتها ماشي. فالديبارتمنت بتاع سبستنس ديزاينر هو اللي بعت لي. بس هو عشان تحت مسمى ادوبي فلازم يكتبوا ادوبي في التايتل بالظبط. فكان ال 3 دي برودكت ليد هناك بعت لي ايميل قال لي بقول لك ايه اخر ماتيريال عجبانا نبغاها لفها لنا كده لفه حلوه بعد فعملت معاه انترفيو اونلاين كده وخلاني اكتب الارتكل، وكان انترفيو مصور للناس في ادوبي تتفرج عليه وبتاع. وكتبنا الارتكل. فكونسبت ان انت يبقى فيه اسمك مكتوب لتوتوريال انت عامله وعلى ويب سايت ادوبي او وات ايفر تقيله طبعا حلوه الويب سايت السوفت وير انت شغال عليه اصلا. دي حاجه تفرحك ان السوفت وير نفسه بيريكوجنايزك. طبعا فهي صربيح. هي صدقني انا بقول لك ان اشتغلت اول فيتشر ماشي اتقل ماشي. انا بقول لك مش هتاخد السنه دي ان شاء الله، مش هتاخد غير لما تاخد كمان 3 4 على الاقل. على الله على الاقل. هي بتبقى كده والله. هي بتبقى مثلا شخص يستلموه اي حاجه يروق عليه بقى، يروق عليه اي حاجه فيتشر خلاص ماشي. انت خدت دورك اتكل على الله بقى. هات اللي بعدك وبعد كده هتقفل فتره بعد كده هتفتح تاني ماشي. هي بتبقى كده ماشي. نجرب. ولو اني بحس ان بيهانس الصراحه انفير في الفيتشرز بتاعته. انفير قوي انا عارف انه قوي. انا اصلا اقول لك على حاجه، يعني انا مش حاسس ان البروجكت اللي انا عامله ده ال8 يعني المفروض اشيل منهم حاجتين 3 كده عشان يبقى مظبوط. فماشي بس هم عدوها يعني اللي هم بتحس ان هم معدينها لي كده. انا اقول لك انا مثلا ممكن اقعد شهر يعني انت عارف بتاع العربيه دي بتاع العربيه والراجل ده قعدت اشتغلت عليه شهر. حطيته على ارت ستيشن ماشي. جاب 1000 فيو ماشي. انا مبسوط بيه وما عنديش مشكله. قعدت ساعه رواقه اول امبارح عملت تول بتعمل بيكسل ارت في يومين جابت 6000 جابت 7000 فيو. عشان تقول الناس فدي يا جماعه انتوا بتستهبلوا يعني. لا تقول الناس هتستخدمها فهم بيخشوا عشان بلاش. انا مثلا عملت ماتيرياليه بتاعت كنت في اسكندريه وبتاع، عملت ماتيرياليه ميه ومش عارف ايه والله عملتها في 3 ساعات 3 4000 فيو. في حين ان انا بعمل بيطلع عين اهلي بلاش بروب رياليستيك جيم بوي عامله ملوش لازمه والله. جبت 3 4000 فيو والعربيه فاهم يا جماعه في حلو هنا والله مالكوش دعوه بده. شوفوا ده مالكوش دعوه فيه وحاططها لكم اول واحده. ده انتوا ايه ده؟ لا ما هي ما لهاش ماسكه. لا انا بيهنس يعني بالذات في الوطن العربي اي حد يعمل كاليجرافي او تايبوجرافي او اي لوجو بالعربي بيدوا له شهاده ضمان مش بس فيتشر يعني. بقول لك انت تيجي ان احنا عازمينك تعالى. لا الكاليجرافي وبحسها الصراحه يعني
الحاجات الغريبه اللي مش حلوه قوي يعني فاهم. هو انت واخد فيتشر لان البروجكت وحش قوي مثلا. لا يعني ما بقبل يعني، انا في ساعات بحس ان هي ستاندرد كواليتي طبيعيه ما تستحقش الفيتشر بس بياخدها يعني لكن مش لدرجه وحشه. نادرا. لا هقول لك وحشه بناحيه ايه. مثلا انا كميه الناس اللي عاملين ابستراكت ديزاين على سينما 4 دي وكوبي بيست من بعض واخدين فيتشر. اوكي ماشي. طب ايه يا جماعه؟ طب يعني خلاص انا ممكن افتح سينما 4 دي بقى واكوبي اللي انتوا عاملينه واخد فيتشر ايزي اهي سهل. بس انا بحس يا جماعه بصراحه ما بحب. بص هو ميزه 3 دي ان هو انت ما بتحتاجش قوي بيهانس. انت ارت ستيشن اقرب ليك. ارت ستيشن في الصميم بتاعنا. فانت فالدنيا منظمه اكتر بكتير عن بيهانس في الحته دي. والفيتشر في ارت ستيشن بالدم. طبعا الفيتشر ادى اللايك في ارت ستيشن اللايك. فانا مثلا ارت ستيشن قعدت سنين كلب ما يعبرنيش. بعد كده الحمد لله انا شغلي بقى يطلع في الهوم بيج من تحت. بعد كده بقيت اشوفه فوق خالص فاهم. بعد كده بقى علينا بعد كده الاقي مثلا الشغل بتاعي بقى ترند في ارت ستيشن لمده 5-6 ايام متواصله. هو كده فاهم. هي بتيجي كده. ماشي. لا هي مش بتيجي كده، انت قعدت تعلي البار يوم ورا التاني يوم ورا التاني ما بيجيش بروجرس. ماشي ايوه ماشي. انت بتعمل بروجكت في الثاني في الثالث ايوه الرابع بالظبط. وفي طب اقول لك على حاجه في كورس على ارت ستيشن ليرنينج بيقول لك حاجه اسمها كارير بيلد. بيقول لك ازاي اصلا تجيت ريكوجنايز عامه في اي ارت فيلد. ان انت تعمل مثلا فيجوال ايدنتيتي وان انت تعمل لنفسك لوجو وان انت الكلام في الحته دي مقنع قوي وحلو قوي. واحد من اعظم الناس اللي عاملين نبغى قطع اللينك بعد اذنك برضو من عينيا. يعني كلينتون كلامبر ده عبقري وعنده اكبر استوديو اوت سورسنج اسمه دوجي جون وبتاع ودرس في CGMA. تنين من التنين. تنين دلوقتي بياكل عيش في مسلسل مع جيم اوف ثرونز جايبين مأجرين المخ ناس يعني. فبيقول لك ازاي اصلا تبدا تعمل بورتفوليو لحد ما تجيت هايرد بالدريم استوديو اللي نفسك فيه. كل ده على 3 بارت لمده 7-8 ساعات انكلودينج بقى تعمل CV بتاعك ترتب البورتفوليو بتاعك ازاي. انا عندي مشكله دي جدا. الانترفيو اصلا انا فاكر ان انا بعت البورتفوليو بتاعي للراجل بتاع ارت ستيشن ده اسمه تياجو كلافكي. بص كان على الديسكورد والله هني مسح بكرامتي الارض عادي جدا. انت عايز في البليزر بالبورتفوليو المعفن ده روح يا امسح الارض. والله قال لي يا ابني شيل القرف ده شيل القرف. خلاني من اصل 24 اسيب 6. فلتر على قال لي يا ابني شيل القرف ده كده يلا شيل الكلام ده يلا ده كده 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 كده. مثلا يوم ما اعمل بروجكت الاقيه بيبعت لي ما تحطوش كمان حط هشيله خلاص. فحته البورتفوليو مهمه قوي. في ناس كتير قوي بشوفها بتكسر ان هي تعمل بورتفوليو. انا البورتفوليو بتاعي عايز اغير ستايله اصلا يعني. وانا الصراحه مش شايف يعني وات ايفر البورتفوليو بتاعك على ارت ستيشن او على بيهانس او على انستجرام حتى هي سيستم. هي ان شكله يكون حلو ان شاء الله حتى تعمل ويب سايت لنفسك لوحدك مش فارقه. ايوه صح. ففي ناس بتكسل في حته البورتفوليو دي. لا ما بيعرفوش يعملوه يعني. انا كان ليا كونسبت. لا بحس ان هم بيكسلوا. لا انا كنت الاول انا كان الفكره دي في دماغي ايه. انا رسمي مثلا مستوى متوسط فانا عشان اشتغل لازم مثلا اظهر في السيرش. منطقي. كنت برسم كتير جدا بمستوى المتوسط وكنت باخد مثلا 40-50 ابريشيت في بيهانس. فانا مش عارف اطلع فوق ال 40-50 فانا بعمل مشاريع كتير قوي. هنا بقى كونسبت الكواليتي فيرسس كوانتيتي. ماشي. فانا بالكوانتيتي دي انا كنت تعمل السيرش تكتب الستريتور وايجيبت انا من اول 3 وانا نص كواليتي. انا عارف ان انا نص كواليتي. انا عارف انا ما عنديش مشكله. انت فاهم كده غلط لان انت كده مش نص كواليتي. اسالني ليه. كونك ان انت تعمل كتير ده حتى لو انت مثلا انا بشايف ان هي الكواليتي عامه بتبقى ليفلز. ماشي. فانت جبت اخر الليفل ده هنا اهو فانت عندك اكسبيرينس كويس بالظبط. ماشي. يعني انت انا كنت عارف ان انا سريع وكنت عارف ان انا اقدر انتج اكتر من الغالبيه. حلو. فانا استغليت ده. بس دلوقتي انا في مرحله لا انا عايز ابيك عشان انا عايز اعمل حاجات ليفل اعلى. فانا في مرحله لو ايه طب انا هقفل كل البورتفوليو ده. المرحله دي بتبقى صعبه وهحط بقى 2-3 انا هو بس كده. بص بتبقى فرق ما بين ليج وليج ان انت
بتبقى صعبه قوي. ما انا عايز اروحها، بس هي صعبه، هي مرحله ترانزيشن كده. ترانزيشن فيز دي بتبقى صعبه ومحتاجه صبر ونفس طويل. بس لسه اخترقت الباب هتبلبط بقى. خلاص ماشي. انا فاكر انا والله في حته 3 دي انا هي فاهم انت وانا وصل بيا المرحله والترانزيشن كنت اسيب انا بجد والله العظيم اقسم بالله. المشكله ان المرحله دي كانت اول السنه دي والله قبل ما تفتح بما فيش. والله قلت لمراتي انا خلاص تمام جبرت كده، انا هشتغل بقى ديفلوبر ولا اشتغل لي بكتب قصص اطفال ولا انزل اشتغل في ورشه نجاره. فل قوي حلو قوي جبرت. نقفل بقى الشغل دي على كده. والله العظيم والله انا فاكر اقسم بالله فعلا كنت بتعب. حلو جدا. فالحمد لله ربك بيكبر. بتعدي. ماشي. فانا بالنسبه لي يعني عامه اهم حاجه في الارت المخزون البصري عن طريق بقى افلام، قرايه، لعب. وبستغرب جدا مثلا حد يقول انا عايز اشتغل في الجيمز ما بيلعبش. لا انا عايز اعرف عشان اعمل انا جيمز العبها. لا اصل في ناس تيجي تتعلم معايا تقول لي انا عايز اتعلم 3 دي انيميشن. طب بتتفرج على افلام انيميشن انا ما بحبهاش اصلا. طب ليه؟ اللوجيكال اللوجيكال فاهم. ايوه يعني اصل انت مش هتبقى اقنعني مش هتبقى باشنت. صح ماشي كده. احنا خلصنا للاسف. والله العظيم احنا ما لحقناش نقول حاجه. والله خلاص. ماشي. هنكررها تاني بقى. اتمنى والله يا استاذ. ماشي. ميرسي جدا يا علاء على وقتك، وميرسي على القعده الظريفه دي جدا. انت شخص مليان معلومات بشكل هستيريا. فاكيد هنقعد تاني يعني اكيد هنقعد تاني. والله اتمنى السيزون الجاي بقى ان شاء الله. حبيبي عمو. هناكل ايه؟ شوف انت عايز العربيه معايا، تعالى نشوف نعمل ايه. خلاص يلا بينا، تعالى نقفل الحلقه. سلام يا جدعان بقى، معلش في موضوع مهم تاني هنكمله ونبقى يلا سلام. ماشي.